ازيكم يا اصدقاء؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده ميعادنا مع واحده من المنهوات الجميله، حماسيه جدا، دانجن وحوش للناس اللي بتحب الحاجات الجميله دي. بس في البدايه مش تنسى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حابب اشكر كل الناس اللي بتدعمني وتعلق ليا في الفيديوهات. بتبدا المنهوه بتاعتنا بالعالم بتاعنا اللي فيه اماكن واسرار محدش يعرفها، واهم الاماكن هي الزنزانات، ودي بتكون اوقار للوحوش. ومن اعماق المتاهه المظلمه دي بتطلع كائنات شرسة وبتنتشر في العالم كله، والوحوش دي بتسبب دمار مهول للبشر، وما بتسيبش وراها غير الخوف والرعب وسط الناس. والناس بتكون مرعوبة وبيلاقوا نفسهم واقفين لوحدهم، حتى اللي المفروض يحموهم بقوا عاجزين تماما عن الحركة، وسيوفهم ما بقتش تنفع قدام القوة الغاشمة للوحوش دي. وفي الأوقات الصعبة دي العالم كله بيبقى محتاج أبطال يقفوا في وش الكابوس اللي بيحصل. وبنلاقي نفسنا دلوقتي على أطراف إمبراطورية بورجلاند، وفي قرية اتدمرت بالفعل ورعب جديد ظهر فيها. وحش ضخم واقف قدام وهي بتحتضن ابنها بكل قوتها وبتحاول انها تحميه من نظرة الوحش. اما الوحش فبيطلع صوت مرعب ومستعد ان يلتهمهم في اي لحظة، والام بتقفل عينيها مستنية النهاية. لكن فجأة سيف بيلمع في الهواء، عبارة عن محارب واحد بيظهر فجأة قدامها وبيوجه ضربة قوية جدا بتقسم الوحش لنصين في لحظة. وهنا الام بتلتفت لطفلها، وطفلها بيكون صوته هادي ومطمن جدا بسبب اللي حصل. ورا منهم بيوصل باقي الفريق، عبارة عن فرقة فرسان كاملة وهي الجاهزة للقتال. والقائد بتاعهم اسمه آش، وهو قائد الفرقة ال 13، واللي بيأمرهم بسرعة إنهم يبعدوا المدنيين دلوقتي عن الخطر. والاسم ده لوحده كان ليه هيبة وسمعة معروفة وسط الناس. وبعد ما الناس بدأت تبعد، آش بدأ يدي الأوامر لكل الفرسان إنهم يقضوا على الوحوش. وبيتحرك آش بسرعة رهيبة وبيواجه ذئب وحشي وجها لوجه، وعينيه بتكون نظراتها حادة وبتركيز كامل. سيفه بيشع طاقة قوية وبيرفع سيفه وبيستعد انه يوجه ضربة قوية. لكن فجأة خطر جديد بينزل من السماء، عبارة عن وحش مجنح بيهجم عليه فورا، وهو بيصرخ بصوته صرخة عالية جدا. وهاش بيضطر انه يلف على الارض وبيحاول يتفادى الضربة ويقف بسرعة عشان يدور على اي سلاح. وعينه بتقع على شوكة زراعة كانت مسنودة على الحيطة، وبيصرخ بقوة ويصب طاقته كلها على الأداة البسيطة دي وبيرميها زي الرمح. والشوكة بتطير زي السهم الأزرق وبتثبت الوحش وبتثبت الوحش في المبنى اللي وراها من قوتها. وبعد ما بيخلص على الخطر ده، اش بيرجع يركز تاني على باقي المعركة. وفرقته كانت محاصرة من جميع الاتجاهات وموجة وحوش شكلها ملهاش نهاية. والفارسين ويل ومير كانوا بيقاتلوا مع بعضيهم وبيسألوا نفسهم هيقدروا يكملوا قد ايه. اما اش فبيخلص على وحش تاني وبينادي عليهم وبيرفع سيفه العالي وبيصرخ: احموا القرية، احموا القرية مهما كان التمن. وكلامه بيشعل الحماس من جديد في عيون ويل. أما مير فكانت بتحس بقوة جديدة، ومعنويات الفرقة بدأت تعلى ويرجعوا للقتال بكل قوتهم. والمعركة بتفضل مستمرة لحد الليل. وأخيرا الهدوء بدأ ينزل على القرية، واش بدأ ياخد نفسه ويفتكر إن الكابوس أخيرا انتهى. لكن للأسف الأرض بتبدأ تتهز، وفجأة ظل ضخم بيغطي المكان كله، والكل بيفتح عينه. والصدمة أدهشت الجميع، حتى أش ذات نفسه مش كان مصدق اللي شايفه. عبارة عن تعبان عملاق بدأ يطلع قدامهم، حجمه يغطي تقريبا حجم القمر. لكن أش كان بيبتسم بثقة، والزعيم الحقيقي أخيرا ظهر. أما الوحش فبيفتح بقه وبيطلق نار هائلة، والمغامر آش بيكون في طريقه بشكل مباشر ليها، لكن بيقفز وسط اللهب وبيستخدم عبايته كدرع. في اللحظة دي بيقرب من الوحش ويوجه ضربة ناحية راسه، لكن التعبان بيلف ديله بسرعة وبيبتدي يهاجم آش. وللأسف آش بيقع بين فكين التعبان. وقتها المحاربة الشقراء بتجري لمساعدته وبتشحن سهم واحد بكل طاقتها وبتنط في الهواء وتطلقه، والسهم ده بيصيب عين التعبان بدقة مذهلة. أما الوحش فبيبتدي يصرخ من الألم وبيفلت منه آش، وآش ساعتها بيهبط على الأرض بثبات وبيشكر زميلته أول ما يشوفها. لكن ما كانش في وقت للراحة، وبينط مرة تانية ويجمع كل قوته في ضربة واحدة حاسمة، وبيكون معاه السيف اللي بيلمع بلون ذهبي وبيقطع راس الوحش بشكل كامل. وهنا الوحش العملاق بيقع على الأرض من غير حركة. أما أهل القرية فبيكونوا واقفين مش مصدقين اللي عينيهم شافته، وبعدين بيتحول الخوف لهتاف وفرحة عارمة. وخبر القضاء على الوحش في إمبراطورية بورجلاند بينتشر بسرعة، وهنا الكل بيتكلم عن بطولة الفرقة ال 13. لكن التركيز الأكبر بيكون على قائدهم آش، واللي بينسب ليه القضاء على أكتر من 200 وحش لوحده. وفرقته بتحتفل ويبتدوا يهنوا القائد بتاعهم، لكن قوته بتخليه ياخد لقب جديد وهو آش المبيد. والخبر بيوصل للعاصمة الملكية، وآش بيتم استدعائه لمقابلة الملك نفسه، وبيتم ساعتها منح رتبة نبيل شرفي تقديرا لإنجازاته.
وهنا آش بيقبل الشرف ده بتواضع، وبيمشي في القاعة الكبرى كبطل للإمبراطورية، وزمايله بيبصوا له بفخر لحد ما بيفاجئهم خبر جديد. وبابتسامة خجولة بيقولوا إن كمان هيتم خطوبته، والفرقة كلها بتتجمد من الصدمة. أولا اترجونه يعيد تفكير، لكن آش بيوضح لهم إن الموضوع مش بإيده، وبتكون العروسة هي الليدي رافي، ودي الابنة التانية لعائلة ريجن، ودي عائلة نبيلة وعريقة. وبصفته نبيل شرفي جديد ما كانش لقاش أي حق إنه يرفض جوازة بالمستوى العالي ده. ورغم إن الأحداث اتغيرت فجأة، إلا إن حس إن الدنيا أخيرا بدأت تبتسم له، واتكرم على شجاعته، وبقى بطل معترف بيه في الإمبراطورية كلها، وأصحابه اللي بيحبهم حواليه، ومستقبله باين قدام منه مشرق. وحس إن حياته أخيرا بقى ليها معنى، ورفعوا الكاس واحتفلوا بنجاحه. لكن اللحظة المثالية دي ما طولتش، وبعدها بشوية في لقاء خاص مع خطيبته، آش بيتصدم بكلامها اللي كانت بتعيده تاني، وكلام هيكسر كل فرحته الجديدة من جذورها. وبتشاور عليه بصبعها وتعلن بكل برود إن الخطوبة انتهت. وآش بيفضل واقف مصدوم، ودماغه مش قادرة تستوعب اللي حصل. لكن الخيانة ما وقفتش عند كده، لأن في نفس اليوم قائد أعلى ليه بابتسامة مستفزة بيقول له إنك مطرود من فرسان الإمبراطورية. وبنرجع تاني للحظة الحالية، وآش بيتوسل لليدي رافي إنها تشرح له السبب، وبيفتكر كل التضحيات اللي قدمها لها، وإزاي غير نفسه بالكامل عشان يقدر يناسب معاها. لكنها بتبص له باحتقار واضح، وزهقت من التعامل مع شخص عادي. وبكل برود بتكشف له إنها لقت واحد غيره، راجل من عائلة نبيلة. وهنا آش بيتدمر تماما، مش مصدق إنها رمت كل اللي بينهم عشان سبب سطحي بالشكل ده. وبيتقدم ناحيتها وبيعترف لها بحبه، لكنها بتسخر من منظره، وبيحاول يدافع عن نفسه، ويقولوا إن أبوها هو اللي أصر على الجوازة دي. لكن كلامه بيزود غضبها أكتر، وبتتهمه إنه بيهين عيلتها، وبتعمل إشارة بصوابعها بتعلن إنها مش هتكلمه تاني. وبعدها بتنادي الحراس، وبأمر واحد بارد بتقول ارموه بره. وقبل ما يلحق يرد، راجلين بيمسكوه من دراعه وبيسحبوه ويرموه، وبيفضل يترجاها إنها تسمعه بس. لكن للأسف الباب بيتقفل، وكلامها الأخير كان بيرن في ودانه وهو مرمي في شوارع العاصمة، وعايش بيمشي من غير هدف. وإحساس غريب كان بيسيطر عليه، وبيدرك ساعتها إن عيلة نبيلة تفسخ خطوبته بالشكل العلني ده حاجة شبه مستحيلة. وكمان هو لسه مش مستوعب الصدمة. وساعتها حد بينادي على اسمه، وهو عبارة عن فرسان من زمايله، وبيظهروا ويأمروه إنه يروح لمقر الفرسان بأمر من قائده الأعلى. وقتها بيفتكر وش القائد بابتسامته المستفزة، مايك ليبلف، وهو الشخص اللي أعلن طرده. والذكريات بتضربه زي ضربة السيف في دماغه، ويسأل نفسه عن السبب اللي حصل. لكن الإجابة كانت قاسية وبسيطة، آش مجرد شوكة في طريق طموحاته. وساعتها كل القطع بتركب فوق بعض. مايك ليبلف هو الراجل اللي اختارته الليدي رافي بدلا من آش، وبيفهم إن غيرته من صعود آش السريع هي اللي خلت كل الخيانة دي تحصل. لكن مايك بيفضل يسخر منه، ومستمتع جدا بانتصاراته، وبيطبطب بإيده على الدرع اللي على صدر آش، وبيعترف دايما إنه كان متضايق إن شخص عادي زيه يقدر ياخد رتبة نبيل. وبيقرب منه بابتسامة حقيرة، ويقلل من حادثة الوحوش كلها، ويقول له إن اللي حصل ما كانش حاجة مميزة. لكن آش بيفتكر الدم والتعب ووشوش زمايله، وخصوصا وهم بيقاتلوا عشان يعيشوا. أما الإهانة بتبقى أكبر من اللازم، وبيمد إيده ويمسك مايك من هدومه، والغضب بيكون مالي عينيه. لكن مايك ما بيتأثرش، وبيهدده كمان إنه يقدر يدمر حياة أصدقائه بكل عيلتهم، والكلام ده يقدر ينفذه بكل قوة. التهديد بيصيبه في الصميم، وإيد آش هنا بترتخي، ويضطر إنه يسيبه عشان يحمي فرقته. أما مايك فبيرتب لبسه بابتسامة نصر، وبيسأله بسخرية لو قدرت تفهم في اللحظة دي الفرق ما بيني وما بينك. وبعدها بيشد الوسام من على صدر آش بعنف، وبيعلن إن النسب حاجة شخص عادي عمره ما يفهمها. وقبل ما يمشي بيديله أمر أخير قاسي إنه يلم حاجته ويمشي قبل آخر اليوم. وبعدها آش بيمشي وسط الممرات وهو شايل كل أغراضه، وبيسمع الهمسات من ورا منه، مش فاهم النظرات الغريبة دي ولا الكلام اللي بيتقال. وبيوصل للباب الخشب ويخبط ويدخل يسلم معداته، وبيعرف نفسه ويقول أنا اسمي آش هيرتز. والراجل اللي ورا المكتب ساعتها بيبص له ويبتسم ابتسامة مستفزة، ويقول له أنت الفارس الشهير اللي لسه مطرود. وآش بيستغرب، لكن الراجل بيأكد له إن العاصمة كلها عرفت القصة بتاعته، وبينشر إشاعات قذرة، وإن آش اترفض بسبب تصرفاته المنحرفة. والقصة المزورة بتصوره كمجرم، ومايك هو البطل، وكذب مبالغ فيه حصل بيتخليه عاجز تماما عن الكلام. والغضب بيفور من جواه وبيضرب الحيطة بإيده، وهو مش قادر يستوعب إن مايك وصل لدرجة الدناءة دي، ويبص لحياته اللي بناها بتعبه، وحياته كلها اتهدت في لحظة واحدة. لكن وهو ماشي في صوت مألوف بينادي عليه، وأولوريا بترجع تجري عليه بسرعة، وقلقها بيكون واضح عليها. وبنعرف إن دي أولوريا إلدزاين، النبيلة الوحيدة في الفرقة ال 13. وهاش بيصحح لها الوضع ويقول لها بهدوء إنه خلاص أصبح مطرود، والخبر بيصدمها،
وبتتوسله إنه يفضل في المكان لأنها لسه عايزة تتعلم منه. وأش بيبتسم لها ابتسامة ضعيفة وبتأثر جدا بإخلاصها، وبيفتكر إن أول مرة انضمت كانت عبارة عن نبيلة خجولة، لكنها كبرت واتغيرت كتير. وفجأة بتقول له اقتراح غريب يخليه محتار تماما، وساعتها بيأكد لها إن الإشاعات اللي اتقالت عبارة عن كذب، وده اللي بيخليها تتمسك أكتر إنه ما يمشيش من هنا. وبعدها بتسأله طب والفرقة هتعمل إيه من غيرك؟ والسؤال ده بيخليه يسكت، وساعتها بس بيحس فعلا بتقل رحيله. وهنا عقل اش بيرجع فجأة 3 سنين لورا، لوقت قبل الشهرة وقبل الخيانة. ويل كان بيشتكي ان رغم ان الفرقة كلها كانت بتقاتل بقوتها، الا ان اش هو الوحيد اللي بياخد كل تقديرهم. وواحد تاني من الفرقة بيرد ويقول ان الامبراطورية اصلا مش فاهمة حجم خطر الزنزانات الحقيقي، لكن اش بيقاطعهم ويقول لهم ان الاهم مش كلام النبلاء، الاهم انهم حموا القرية. وبيشاور على القرية اللي اهلها كلهم كانوا بيبصوا لهم بامتنان، وفي ناس عايشة لحد دلوقتي بسببهم. ويقول لهم ان ده لوحده سبب يخليهم فخورين بنفسهم مهما كان رأي النبلاء فيهم. وعلشان يخلدوا الرابط اللي ما بينهم، ماري بتقترح اسم انهم يسموه على فرقتهم. واش بيلف ناحية ويل وبيسأله لو عنده اقتراح، وبعد تفكير شوية ويل بيقترح اسم يانوس، وده عبارة عن حاكم قديم بوجهين، يعني اسم بيليق بفرقة بتحارب الوحوش والبشر في نفس الوقت. وبالطريقة دي مع غروب الشمس وانتصاراتهم بدأت تزيد، أصبحت الفرقة رسميا اسمها فرقة يانوس. وبنرجع تاني للحاضر، واش بيقول لأولرا انه حتى وهو ماشي هيفضل دايما عضو في فرقة يانوس ومتعلق بيها بكل قلبه. وولرا بتقول له ما تعودتش انك تناديني بالاسم ده، ناديني باسم اولجا. وبعدها بتبتدي تبص له بقلق وتساله هيعمل ايه دلوقتي. وهاش بيعترف انه زهق من نبلاء الامبراطوريه وبيفكر انه يسيب البلد كلها. ومن غير اي تردد بتمسكه وتقول له انها هتتبعه مهما حصل، لكن اش بيبتسم لاولجا ويطبطب على راسها وبيفكرها بواجباتها تجاه الفرقه، وبيبص له من تحت لفوق وتقبل قراره غصب عنها، وبتخليه يوعدها انه يكتب لها جواب اول ما يستقر. ومع تلويحته الاخيره اش بيبدا يمشي وبتنادي عليه مره اخيره، وتفضل واقفه لوحدها بتبص على ظهر قائدها وهو بيبعد، لكن هو بيختفي عن نظرها في ابتسامه غريبه ومقلقه بدات تظهر على وشها. وفي نفس الوقت اش بيتنازل رسميا عن لقب النبيل الشرفي وكمان عن اسم العيله اللي تم منحه ليه، وبيرجع الوسام ليهم. وبيرجع اش عباره عن شخص عادي تاني. وفي تاني يوم تطلع الشمس ويحس ان حمل تقيل اتشال من على كتافه، وبيكون ماسك ساعتها دليل السفر بتاعه وبيحدد وجهته الجديدة. وبكل ابتسامة صادقة بتظهر على وشه وهو بيستعد انه يبدأ حياة جديدة، وبيركب القطر ويسيب العاصمة وكمان يسيب معاها ذكرياتها المرة ورا منه. وهو لوحده في العربية بيفكر في التحول المفاجئ اللي حصل له في حياته، لكن هدوء الرحلة بيتقطع بضيف غير متوقع، راجل كبير في السن لابس معطف طويل بيدخل المقصورة الخاصة. واش بيرفع راسه وبيسأله لو محتاج حاجة، لكن فجأة بيحس انه شافه قبل كده. والراجل بيرفع دليل السفر اللي كان اش بيبص فيه وبيسأله لو كان الدليل ده بتاعه، واش بياخده منه وبيشكره. والراجل بيسأله عن سفره، واش بيتفاجئ وبيسأله عرف منين. والراجل ساعتها بيبتسم ويقول له ان الفضول باين عليه. واش بيعترف ان في الامبراطورية القطارات السحرية بتعتبر رفاهية للأغنياء بس، لكن الراجل بيشرح له ان في مملكة روزبيل دي عبارة عن وسيلة مواصلات عادية جدا. وبيكمل كمان ان المملكة دي رائدة جدا في التكنولوجيا السحرية، والتقدم ده جه من الضرورة لأن روزبيل دايما كانت محاصرة بالوحوش على مدار الأجيال اللي فاتت، والسحر كله كان عبارة عن خط الدفاع الوحيد ليهم. وفي سحرة بيطلعوا نار من صوابعهم وكمان مية من الهواء، وحتى كمان يقدروا يعالجوا الجرحى بمعجزات حقيقية. ومن أبحاثهم السحرية قدروا يطوروا أدوات معمولة من أجزاء الوحوش، والاختراعات دي غيرت حياتهم بالكامل وجابت ازدهار للمملكة. ومع التطوير المستمر والهندسة السحرية، مملكة روزبيل بقت معروفة في العالم كله كأمة السحر الحقيقية. وأش بيقارن كلام الراجل بإهمال الإمبراطورية عنده لزنزاناتها والتأخير الكبير اللي بقت فيه. وفجأة الراجل الكبير بيعلن عن وصولهم لمدينة الزنزانات التانية الغربية، والقطار السحري بيدخل محطة ضخمة مليانة نور. وأش بينزل مع صديقه الجديد وهو شايل كل حاجته، وبره أش بيلف عشان يكلمه، لكن عينه بتيجي على عين خادم أنيق جدا واقف جنب عربية خيل فخمة. وأش بيشكر الراجل على مساعدته وهما بيستعدوا عشان خلاص يفترقوا، والراجل بيرفع قبعته ويحييه ويرحب بيه رسميا في مملكة روزبيل. وش اش بينور بالحماس وهو متحمس الرحلة الجديدة اللي قدامه، وبيمشي في شوارع مدينة الزنزانات التانية، وبيكون عبارة عن عالم مختلف تماما عن الإمبراطورية، وكل حاجة مبهرة بالنسبة له سواء الزحمة أو الحركة. والدروع السحرية كمان المعروضة قدامه كان ملفتة جدا للنظر. والسوق كان عبارة عن لوحة مليانة ألوان وحياة وناس بتتحرك في كل مكان. وهنا اش بيكمل تمشيته وبيستمتع بكل المناظر والأصوات في موطنه الجديد، لكن هدوءه بيتكسر فجأة لما ست بتجري وهي في حالة ذعر. واش بيلف ناحيتها وملامحه الهادية بتتحول لقلق، ومن غير ما ياخد باله
بتعدي من جنبه بسرعة، واضح إنها هربانة من حاجة. وبعدها بنشوف مجموعة من البلطجية بيطاردوها وهم بيضحكوا وبيسخروا منها، والست بتدخل زواق ضيق جدا وبتلاقي نفسها محاصرة، والرجالة بيقربوا منها وقائدهم بابتسامة مستفزة بيقول لها خلاص مفيش قدامك أي سكة تهربي. والست بتتجمد في مكانها من الخوف، مش قادرة تعمل أي حاجة غير إنها ترفض. لكن أول ما بيحاول يمد إيده ليها ويمسكها، في إيد بتقبض على كتفه بقوة، وده بيكون آش اللي بهدوء تام بيقول له باين عليك إنك سكران. والباقيين بيلفوا ناحية آش، واش بيطلب منهم بكل بساطة إنهم يسيبوها في حالها. وهنا الراجل بيتعصب عليه إنه اتدخل وبيهجم عليه وهو بيصرخ، لكن الهجوم كان بطيء جدا وعشوائي. واش بيميل بجسمه وبيتفادى الضربات بسهولة، وفي نفس اللحظة بيرد بهجوم تاني قوي يخليه يقع على الأرض. وهنا وش الراجل بيتلوي من الألم والصدمة، وأصحابه بيقفوا متجمدين في مكانهم. واش بياخد وضعية الاستعداد، والصدمة بتتحول عنده لغضب، وبيشتموا آش وبيهجموا عليهم هما الاتنين. لكن آش بيتحرك ما بينهم بسهولة وبيتفادى ضرباتهم كمان. وقتها بيعرف إن هما مش مجرد ناس سكرانين، ده حركاتهم متدربين عليها، وده طبيعي في مدينة الدانجن. والشرارة حمراء بتلمع في عينه، وبوجه ركلة مدمرة لواحد فيهم، والضربة بترميه في آخر المكان. وآخر واحد كان واقف بيبص له بعينين مليان رعب، واش مش بيسيبه يستوعب الموقف، ده بيوجه له ضربة سريعة جدا في وشه. وفي ثواني التلاتة بيكونوا مرمين على الأرض فاقدين للوعي. واش بينفض إيده وكأن الاشتباك خلاص خلص، لكن فجأة أول واحد وقع بيقوم تاني، وعينه بتكون مليانة غضب، وبيسحب سيفه وبيبص لأش بنظرة انتقام. وهنا أش بيتفاجئ وبيحاول يهديه ويقول له إن استخدام سلاح في الشارع ممنوع بشكل عام، لكن الكلام بالنسبة له ما بيكونش ليه معنى. والراجل بيهجم عليه وهو بيصرخ، وقبل ما السيف ينزل في صوت قوي بيصرخ توقفوا عن الهجوم، اوقفوا الهجوم. وساعتها الهجوم بيتوقف فعلا، والسيف الراجل بيكون بين ايدين آش، وفي فارسة شقراء بدرع لامع بتتقدم ناحيتهم وتقول بثقة إنها مش هتسمح بده، وبتوضح إن أي شخص هاوي مستحيل يهزم واحد من أقوى الفرسان في الإمبراطورية، وتبين إنها عارفاه هو مين. وآش بيكسر التوتر بتاعه بابتسامة واسعة وكأنه عبارة عن صديق قديم. وقتها بنعرف هو بال بارون، واحد من فرسان المملكة. وبفلاش باك سريع بيوضح إن آش والفارسة اتواجهوا قبل كده في مباريات تبادل بين الدولتين، وافتكرت ازاي اتقاتلوا قبل كده كذا مرة، وسجل الفوز والخسارة بينهم كان متعادل تماما. وبنرجع تاني للحاضر، والاتنين بيتصافحوا وبيعترفوا بقوة بعض كمنافسين حقيقيين. وبعدها بيرفعوا الكاسات وبيحتفلوا بلقاء غير متوقع لكنه مرحب بيه. وبتقوله انها كانت جايه هنا بس عشان تبلغ عن مشكله، وما كانتش متوقعه انها تلاقيه. وبعدين بتساله السؤال اللي في دماغها ايه اللي جابك المنطقه هنا. وهاش بيستعد انه يحكي لها قصته كلها، ومن وقت سقوطه لحد لما اللحظه اللي قابلها فيها. وبعد ما بيخلص بتبص له وبتفهم وتقدر حالته الصعبه. وهاش بيبتدي يحكي الكلام ويعترف قد ايه الموقف كان مضايق وغضبان، لكنها بتبتسم وتقول له ان عندها فكره، بتقترح عليه يبدا حياته هنا من جديد في مملكه روزبل. والفكره بتفاجئه تماما وبتقرب منه، وبتقترح عليه اقتراح محدد انه يبقى صياد محترف للزنزانات. وهنا ايش ما بيقدرش يعمل حاجه غير انه يكرر الكلمه، واضح ان اول مره يسمع مصطلح صياد زنزانات. وهي بتشرح له ساعتها ان الصيادين بينزلوا الدانجن وبيقتلوا الوحوش ويجمعوا الاحجار السحريه الغاليه، وبتاكد له انه بقدراته هيقدر يكسب فلوس اكتر من كافيه ويعيش بيها مرتاح. وبتضيف بابتسامه ولمعه في عينيها انها هتكون مبسوطه جدا لو فارس قوي زيه انضم لصفوفها. لكن كلامهم الودي بيتقطع فجاه لما فارس بيدخل بسرعه ومعاه رساله عاجله للسير بال، وبيبلغهم ان في تفشي للوحوش جوه الدانجن. والخبر ده بيخليهم هما الاتنين يتجمدوا في مكانهم. والفارس بيشرح انهم بعتوا طلب استغاثه طارئ، لكن لسه مش معروف كام صياد هيستجيب. وهنا الفارسه بال بتلف ناحيه اش، وفكره سريعه بتلمع في دماغها بتمد ايديها ليه وبشكل رسمي بتطلب منه انه يقاتل معاهم، لان تفشي الوحوش ده عباره عن كارثه حقيقيه وحاله بتخرج فيها الوحوش عن السيطره، وبتندفع بره الدنجن بجنون وبتقتل اي حد بتشوفه. واول ما بتطلع للارض بتهاجم اي حد قدامها وتدمر الارواح والممتلكات من غير اي رحمه. واش بيفهم خطوره الموقف بشكل كويس ولازم يوقفهم قبل ما حد يتاذي، ومن غير اي تردد بيوافق انه يساعدهم. والمنافسين القدام بيتصافحوا مع بعضهم وبيشتركوا ومستعدين انهم يقاتلوا جنبا لجنب كحلفاء. واول محطه ليهم كانت جمعيه الصيادين، ودي عباره عن المقر الرئيسي لمستكشفي الدنجن في المملكه. وجوه المكان كان في فوضى كامله، صيادين قلقانين وموظفين بيجروا في كل اتجاه. والفارس بيعلن وصولهم لست اسمها ماي، وفي نفس الوقت صياد تاني بيطلب انه يعرف الخطه، والتوتر بيعلى جدا. وواحد بيخبط على الترابيزه وبيسال بقلق لو في اي اخبار عن الفرسان. حتى غرفه القياده نفسها كانت متلخبطه، وده دليل قد ايه الوضع خطير.
وبال بتتقدم وتطلب من مي تشرح لهم الأزمة بالتفصيل. وهنا مي بتقول إن في 300 قرد أزرق ظهروا في الطابق العاشر تحت الأرض. وهنا بال بتعرف إن الأمر خطر جدا، وتفهم إن ده هيقلب لتفشي كامل لا محالة. ولما مي بتاخد بالها من الشخص الغريب اللي جنبها، بال بتقدم آش على إنه صديق وهينضم كمان للقتال. ومي بتبص له بشك وتقول إنه لا فارس ولا صياد مسجل، يبقى إزاي؟ وهنا صيادين تانيين بيقربوا منه بلطف ويسألوه لو عنده أي خبرة، لكن بال بتتدخل وبتأكد لهم إنها تضمن قدراته بشكل شخصي. وبعد ما الموضوع بيتحسم، بتجمعهم وتطلب منهم التوجه للدنجن فورا ووصول مدخل الدنجن التانية. وعند المعسكر اللي موجود مؤقت، بال بتعرض على آش إنها تديله معدات للقتال. وآش كل اللي بيطلبه سيف طويل ودرع خفيف مش أكتر. لكن بال كان عندها حاجة معينة في دماغها، إنها تقدم له سيف مميز عبارة عن سيف سحري. وآش بيعترف إنه عمره ما شاف زيه، وهي بتشرح له إنه عبارة عن نتيجة التكنولوجيا السحرية المتوفرة في المملكة، وبتكشف له إن ليه وظائف خاصة. بتديله كمان حجر سحري عشان يركبه في واقي السيف. وهاش بيفحص الحجر والفتحة اللي موجودة في المقبض فيه وبيستعد إنه يجرب. وبعد تركيب الحجر في مكانه في السيف، بيبدأ السيف يلمع بطاقة خفيفة. وفجأة السيف بينفجر بضوء أزرق مبهر. وهاش بيقف مذهول، وبال بتشرح له إن الحجر السحري غلف السيف بهالة سحرية قوية وضاعف قوته بشكل هائل. والأسلحة السحرية دي بتقدر تطلع تأثيرات مختلفة كتير، والفكرة دي بتصير إعجاب أش جدا. وبعد ما بيخلصوا استعداداتهم، الفريق الجديد بيبقى جاهز لدخول الدانجن وبينزلوا الطابق الأول. وبال بتشرح إن كل مستوى ليه أخطاره الخاصة، وكل ما ينزلوا أعمق الوحوش بتبقى أشرس وأخطر بكتير. وهنا بتقوله إنها جهزت حاجز في المقدمة، وإنه هيكون خط دفاعهم الأساسي لو حصل لهم أي هجوم. لكن آش ما كانش مركز معاها قوي، وعينه كانت متعلقة بضخامة الدانجن نفسها. والمكان كان مهول بشكل يخوف، بناء ضخم محفور تحت الأرض كأنه عالم تاني مخفي تحت العالم اللي فوق. وهنا بيل اعترفت إن الزنزانة مليانة بأسرار محدش فاهمها لحد دلوقتي، بس فكرته إن عندهم دلوقتي مهمة أخطر بكتير من أي فضول. وشاورت على الدرج المقفول والمختوم، وقالت له إن ده المكان اللي يقفوا عنده ويصدوا الوحوش. وقبل ما حد فيهم ياخد مكانه، الحاجز الحجري اللي قدامهم التقيل بدأ يتشقق وكأن قوة هائلة بتضغط عليه من الناحية التانية. وهنا بيل بتصرخ وفجأة بتحذرهم إن الوحوش خلاص قربت. وهنا جدار الحماية بدأ يتحطم ومبقاش في وقت للتراجع أو التفكير. واندفعت بيل ومعاها آش، وبيل وآش بيندفعوا للمقدمة ومستعدين إنهم يواجهوا الوحوش وش لوش. وهنا الحاجز بينفجر والحجارة والغبار بيملوا القاعة. من الفتحة اندفعت قرود زرقاء عملاقة، عيونها مولعة غضب وكمان جنون. وهنا بيل بدأت تصرخ بسرعة وقالت لهم إن نقطة ضعفهم في الراس، وطلبت من آش إنه يركز ضرباته هناك. وأول وحش بينط ناحية آش مخالبه بتكون ممدودة عايزة تمزقه. لكن آش كان هادي جدا ولاحظ إنهم على الرغم من إن شكلهم مرعب، بس مش بالسرعة اللي باينة عليهم. وفي لحظة لمع ضوء أزرق والوحش بيتقسم نصين بضربة واحدة جدا سهلة. والصيادين اتجمدوا في مكانهم مش مصدقين اللي هم شايفينه. حتى آش نفسه كان متفاجئ من قوة السيف السحري وحس إنه بيقطع اللحم كأنه عبارة عن سكينة في زبدة. وقريبة منه كانت بيل بتضحك وهي بتشق طريقها وسط القطيع من الوحوش، وسألته بابتسامة رأيك إيه في السلاح الجديد؟ أما إيش فبيظهر على وشه ابتسامة ثقة، وخصوصا لما أدرك إنه مش محتاج يركز على نقاط ضعف معينة عشان يكون قاتل. وجرب الفكرة تاني فورا وقطع قرد تاني بحركة واحدة بس سلسة. لكن الغريب إن الوحش رغم الضربة القاتلة إلا إنه فضل يرتجف على الأرض. وبعدها فجأة حاول ينهض ويهاجم تاني وهو بيطلق صرخة يأس، واضطر آش إنه يخلص عليه مرة تانية. وقتها فهم إن الوحوش دي مختلفة، وبيل أكدت كلامه وقالت إن القرود الزرقاء عنيدة جدا بشكل مش طبيعي. وهنا الصيادين وافقوهم في الكلام لأنهم هم كمان كانوا بيعانوا عشان يسقطوا الوحش نهائيا. وقرد تالت هجم على آش ومخالبه كانت جاهزة، فقابلوا آش بضربة قوية جدا أسقطته على الأرض بزئير مدوي. وجنبهم كانت بيل بتقاتل وهي مبتسمة واضح عليها جدا الحماس، وقالت إن جلود القرود الزرقاء غالية جدا وبيطلبوها نبلاء المملكة عشان ملابس الشتاء. وفي نفس اللحظة بتطلق قوس من طاقة ذهبية بتشق الهواء قدامهم. والصيادين ما قدروش إنهم يعملوا حاجة غير إنهم يتفرجوا بدهشة، لأنهم عارفين كويس إن القرود الزرقاء مش وحوش سهلة أبدا. وكانوا عارفين إن بيل قوية جدا، بس مهارة صديقها الغامض خلتهم في حالة صدمة حقيقية. وفجأة في واحد من الفرسان اتعرف على آش وبدأ يفتكر اسمه اللقب المرعب بتاعه آش المبيد، وقال إن ده عبارة عن الفارس الأسطوري اللي قضى لوحده على تفشي كامل في الإمبراطورية للوحوش. وافتكر كمان العدد المهول من الوحوش اللي أسقطهم آش في الحادثة دي. والرقم ده صدم الصيادين وقدروا يفهموا ساعتها إن هما مش بيحاربوا جنب أي شخص عادي، ده عبارة عن بطل حقيقي، ده كمان بطل أسطوري. وهنا الفارس بيستنتج إن لو آش قادر يجاري بيل بالقوة دي، يبقى آش مستواه ما يقلش عن واحد من السيافين العشرة الأسطوريين.
وهو أعلى لقب أي فارس ممكن يقدر يحلم بيه أو يوصل له. لكن آش ما كانش مهتم بالكلام، وتركيزه بس كان في القتال، وعينه كانت بتلمع بقوة. وهنا الفارس بيشيل خوذته وبان على وشه الإعجاب، وقال إن اللقب ده حلم كل محارب في المملكة. وآش نادى على بيل وقال بإعجاب إن قوتها زادت جدا عن آخر مرة اتقابلوا فيها. وضحكت بيل وردت عليه وقالت له إن هو كمان بقى أقوى بكتير. وساعتها الاتنين بيتحركوا مع بعض بتناغم مذهل، ودوامة من الضوء الأزرق والذهبي بدأت تمزق صفوف العدو من الوحوش بلا رحمة. وهنا آش ما قدرش يمنع نفسه من الابتسام، وجسمه كله كان باين عليه أثر المعركة. وبعد ما شافت بيل قوته بعينيها زاد حماسها أكتر من أي وقت فات، إنها تخليه عبارة عن صياد رسمي تابع للإمبراطورية. ولما أخبار المعركة هدي وقف آش وبيل منتصرين وسط وحوش مرمية على الأرض. أما الصيادين الباقيين ما قدروش يعملوا حاجة غير إنهم يبصوا بعينيهم مش أكتر. وبعد ما شافوا إن الاتنين لوحدهم قضوا على القطيع كله، اعترفوا إنهم بالعافية رفعوا أسلحتهم. لكن في الوقت كان في آش وبيل كانوا بيحتفلوا بتعاونهم بشكل ممتاز، ورجعوا بعد كده لرابطة الصيادين وسلموا كل الحاجات اللي جمعوها من المعركة. وموظفة الاستقبال دفعت لهم مبلغ كبير من المال كمكافأة على الصيد. وبيل هنا بتشرح له إن ده طبيعي جدا لأي صياد من الرتبة العالية. وبعدين غمزت له بابتسامة وقالت له مرة تانية بشكل رسمي: تعالى معانا وخليك صياد زنزانات في مملكة روزبل. حتى الموظفة بتاعت الاستقبال كانت مبسوطة جدا وشجعته بحماسه إنه يقبل العرض. وابتسامة خفيفة وافق آش أخيرا ويبدأ حياته الجديدة بشكل جديد. وبيصافح بيل بثقة، والقاعة انفجرت بالتسقيف والهتافات، وكلهم كانوا مبسوطين بالعضو الجديد. وبيل اقترحت إنهم يحتفلوا ببدايته الجديدة بحفلة حقيقية. والاحتفال ساعتها استمر لحد وقت متأخر من الليل. وبعد كام يوم في مقر فرسان الإمبراطورية وصل الرسول مع بطاقة بريدية لشخص مألوف. وولجا خدت البطاقة وشكرت الرسول، وبدأت تبص عليها وبتسأل مين اللي بعت الرسالة دي. بس أول ما قرت الرسالة اتغير وشها وبقى فيها حاجة مقلقة، وابتسم ابتسامة غريبة وهمست بصوت منخفض. وفي نفس المكان أولكا حست بسعادة لما سمعت أخبار قائدها القديم، وكانت مبسوطة جدا إنه طلع كويس في حياته الجديدة. لكن ملامحها اتغيرت شوية لما شافت المكان اللي مبعوثة منه الرسالة. فجأة قطع شرودها صوت بينادي على اسمها، عبارة عن زمايلها في الفريق ويل ومعاه ميري. ورجعوا للتو لمكان التدريب وسألوها لو خلصت شغلها النهاردة، وأكدت لهم إن كل حاجة تمام. وهنا ميري بتقعد وباين عليها التعب، وقالت إن الأمور مش زي زمان من يوم ما رحل آش. وهنا أولكا بتقول لهم بهدوء إن آش بقى صياد في مملكة روزبل، وبدأت تشاور على الرسالة وقالت لهم وصلتني رسالة بتحكي عن حياته الجديدة، بقى صياد للوحوش. وهنا ميرا بتشيل الطعام اللي قدمته لها وبتسألها لو الشغل ده بيجيب فلوس كويسة. وولجا بترد عليهم وتقول لهم حسب الرسالة إن آش ناجح جدا وكمان محقق فلوس وأرباح كبيرة. ويل قال إن ده أفضل بكتير من المشاكل والشكوى اللي كانوا بيتعرضوا لها هنا. ومير وافقت وقالت إن فرقتهم دايما كانت بتتعرض للسخرية من الناس ومحدش كان بيقدر مجهودهم، ويمكن حياة آش الجديدة بقت أنسب له دلوقتي. بس البنت هنا فجأة بتقول أنا هسيب الفرسان. ومير اتجمدت في مكانها عارفة إن أولجا ناوية تلحق بالقائد القديم بتاعها. لكن المفاجأة ما خلصتش، ويل هو كمان أعلن إنه هيغادر عشان يتابع شغل عيلته. وهنا البنت ميرا بتتنهد وقالت وهي غضبانة إن المكان هيبقى ممل جدا من غيرهم. وبعدين فجأة بتغير كلامها وتقول أنا كمان هبقى صيادة، وبتتحمس إنها تشتغل مع آش مرة تانية. والكلام ده خلى أولجا ترتجف مرة تانية، وبعدها بيتغير ملامح وشها. وميري بتبصلها بحماس وبتسألها هو آش فين بالظبط دلوقتي. وأولجا بتقول لهم بابتسامة باردة ومقلقة أنا عارفة هو فين بالظبط، دي مدينة الدنجن التانية. وهنا البنت ميرا بتقترح عليهم بحماس إنهم يروحوا مع بعض، لكن أولجا رفضت وقالت إنها محتاجة تتكلم مع عيلتها الأول. وأصحابها صدقوا العذر من غير أي تردد، وما كانش حد فيهم واخد باله من الظلام اللي كان بيتجمع بهدوء في عينيها. وبعد ما كل واحد فيهم حدد مستقبله، رفعت ميري ايديها في الهواء وقالت بصوت عالي ان الفرقه رقم 13 خلاص اتفككت بشكل رسمي. وبعد كده بنرجع تاني لمملكه روزبل، واش بيدخل القاعه المخصصه لكبار الصيادين. واول ما شافته موظفه الاستقبال بتبتسم في وشه ابتسامه وديه، وفهمت على طول انه جاي يسجل نفسه كصياد رسمي. واش اكد لها الكلام، ومي كانت في منتهى السعاده وفضلت تمدحه على اداؤه المذهل في حادثه التفشي الاخيره. وعرفته بنفسها رسميا، وكان واضح انها منبهره بالصياد الجديد الوسيم واللي كان قوي بطريقه مذهله. وقدمت له استمارة تسجيل عشان يقدر يكمل اجراءاته ويبدا حياته الجديده. وبابتسامه واثقه خلص اش كل الاوراق المطلوبه وجهز انه يدخل مرحله جديده تماما في حياته. واخدت ميري الاستماره بحماس ووعدته انها هتخلص تسجيله فورا. وبعد شويه رجعت ومعاها رخصته الرسميه كصياد، وشرحت له انه لازم يطلع الرخصه دي في كل مره يدخل او يخرج من الدانجن. واش انبهر بالنظام الجديد لان بالموضوع ده بيضمن ان مفيش اي صياد يضيع او يختفي من غير ما حد يحس بيه.
وبعد كده البنت بدأت تشرح له القوانين، إن كل المواد اللي بتطلع من الوحوش لازم تتسلم للرابطة، وممنوع تماما استخدامها بشكل شخصي. وده فاجئ أش شوية، لكن القاعدة اللي بعدها كانت أشد: ممنوع على أي صياد إنه يتخلى عن جنسيته، وده علشان يحافظوا على أسرار المملكة، لدرجة إن السفر نفسه أصبح شيء غير ضروري. وبعد ما خلصت الشرح رحبت بيه رسميا كعضو في رابطة الصيادين، وهنا أش بيشكرها وبيوعدها إن يعمل كل اللي يقدر عليه في الدور الجاي الجديد. ومن غير تضييع للوقت اتجه مباشرة لمدخل جديد من الدانجن، وقف قدام البوابة الضخمة المخيفة، وحارس بيسأله لو طلب الدخول، وأش بيأكد له وبيطلع رخصته الجديدة للفحص. وبعد مراجعة سريعة الحارس أكد هويته وسمح له بالمرور، لكن وهو ماشي في صياد تاني خبطه في كتفه بشكل متعمد، والرخصة وقعت من ايد أش على الأرض. والصياد بيعتذر له وبينزل عشان يجيب الرخصة، وبعدها بيشاور له على علامة المبتدئ فيها، وجذب انتباه أصحابه. وبعدها بشكل ونبرة متعالية بدأ يحذره إنه لازم يفضل في الأدوار السفلية لو عايز يعيش. وبعدها مشي هو ورفاقه وهما بيضحكوا، وقاش وقف شوية مش فاهم إيه مشكلتهم، لكن بسرعة بدأ يهز كتفه وابتسم بثقة، ومسك سيفه بإحكام، واستعد لأول عملية صيد حقيقية في حياته. ودخل الدانجن وبدأ يمشي في الطابق الأول على مهله، ومبسوط جدا إنه أخيرا بيستكشف المكان على راحته. والوقت ما طولش كتير وشاف أول وحش ليه، ظهر على وشه تعبير حماس واضح، وقريب منه كان في صيادين شباب بيحتفلوا بانتصارهم وهم رافعين حجر سحري لسه طالع حالا. وقرب منهم أش بفضول وسألهم بيعملوا ايه جنب البركة الغريبة دي، وواحد قال إنهم بيصطادوا السلايم، ومصطلح دوت خلى أش محتار تماما. وهنا الصياد بدأ يشرح له الطريقة، ورمى السنارة اللي عليها جزرة في المية الزرقاء المضيئة، والسلايم الهلامي انجذب للجزرة وكان قلبه واضح جوه جسمه، وسحبوه بره المية على الأرض الحجرية. وبضربة سريعة غرز السيف مباشرة في قلب السلايم، والوحش اختفى فورا وساب ورا منه حجر سحر صغير. وهنا اش بيتفاجئ، ولما سأله قالوا له ان السلايم كائنات هادية وصيدها يعتبر اسهل طريقة يكسبوا بيها شوية فلوس. وهنا اش بيلاحظ ان الوحوش في المكان ده شكلها ضعيف جدا، لكن الصياد الصغير قال ان الوحوش كل ما ينزل اعمق بتبقى اقوى، واقترح عليه انه لو واثق قوي كده من نفسه فلازم يجرب يروح للطابق العاشر. واش بيلف عشان يمشي، بس الصياد بيمد ايده فجأة وطلب منه رسوم معلومات. وهاش اتصدم، ما كانش متخيل ان في حاجة اسمها كده اصلا، ودفع له وهو مش مصدق اللي بيحصل. وابتسم ابتسامة باهتة لما الصبي شكره على التعامل اللي ما بينهم. وهاش بيعترف لنفسه انه اتضحك عليه بذكاء، وبيهز راسه وقرر انه يركز ويكمل نزوله للطابق اللي بعده. وكان متحمس فعلا انه يشوف الوحوش اللي مستنياه في الاعماق. وفي مكان تاني من الدنجن صياد بيضغط على اسنانه من اليأس، مش مصدق اللي هو شايفه. سواء هو او فريقه كانوا محاصرين بشكل كامل بوحوش مظلمة من كل ناحية. اما اش فكان مكمل نزوله عادي، وصل للطابق الرابع واتفاجئ ان المكان كله عبارة عن ارض خضراء واسعة. وبيرفع عينه لفوق ومصدقش ان في سما تحت الارض بالعمق ده. وفجأة سمع حركة في العشب وطلع ارنب صغير بقرون، وقرش افتكره شكله لطيف، لكن الارنب لف ظهره كانه هيمشي. وفجأة رفصة وركلة قوية جدا خلت اش يقع لورا. وفي الوقت ده عرف ان اي حاجة جوه الدنجن مهما كان شكلها هي عبارة عن وحش مش اكتر. وبيرفع سيفه وقضى عليه بسرعة. وفي لحظة بعدها اش واعتبر ان دي اول صيدة رسمية ليه جوه الدنجن، وطلع دليل الوحوش عشان يعرف الشيء اللي هو حاربه، وكان عبارة عن اسمه الارنب ذو القرون، اسم واضح جدا. وورا كمان ان اهم حاجتين فيه هما القرن والحجر السحري، وجمعهم وحطهم في شنطة صغيرة. واتفاجئ ان الشنطة بتخزن حاجات كبيرة جدا بسهولة. بس الصدمة الأكبر كانت لما عرف إن الحاجات دي ملهاش أي قيمة تقريبا. وقتها قرر إن الطوابق دي عبارة عن مضيعة للوقت، وقال إنه هينزل على طول الأدوار الأعمق. لكن فجأة طريقه اتقفل وشاف قدامه أرانب من أصحاب القرون، واللي ظهرت فجأة قدامه بشكل مرعب، وعددهم فعلا كان مرعب ليه. فاضطر إنه يجري بكل قوته عشان يهرب. وبعد شوية مواقف بسيطة حصلت زي مواجهة تعبان عملاق في الطابق التاسع، وبعدها بيوصل أخيرا للطابق العاشر، وبعدها كمان الطابق ال13، وبيمسح عرقه من على جبينه ومش مصدق قد ايه هو نزل للعمق ده. والبيئة قدامه بتتغير من غابات وحدائق لنظام كهوف جديدة تماما، والممر بيتفتح على كهف ضخم ومضيء وخلى اش يقف مذهول من حجمه. لكن كان في صوت غريب جدا من جوه الكهف، وده اللي قطع دهشته. فجري عشان يشوف الصوت ده مصدره ايه، ولقى فريق صيادين محاصرين بهياكل عظمية، وعرفهم على طول، نفس الفريق اللي كان بيستهزأ بيه عند المدخل. وقائدهم كان على وشك انه يتقضي عليه، وكل ده على ايد واحد من الزومبي لابس عباية حمراء. وهاش بيتدخل بسرعة وبيصرخ ويحذرهم، وضرب بالسيف وصد الضربة في آخر لحظة. وبيسأل القائد ويقول له انت كويس، والقائد هنا مش بيكون قادر يتكلم من الصدمة. والوحوش كانت مختلفة تماما، ونوع اش عمره ما شافه قبل كده. وشد معاه شوية، وبعدها بدأ يصرخ ويضرب ضربات قوية جدا كسرت جسمهم.
والعظام انتشرت كلها في الكهف، لكن عينيه الحمراء فضلت منورة لأنه كان لسه عايش. وهاش افتكر القرود الزرقاء وسأل نفسه هل الراس هي نقطة الضعف برضه عندهم؟ وضرب الراس بكل قوته وقدر إنه يكسرها وبياخد نفسه بالعافية. لكن فجأة حجر سحري بنفسجي بدأ يلمع وسط العظام، والعظام رجعت تتركب تاني. وهاش بيتصدم وسأل نفسه هو ده الوحش الخالد؟ وقتها الصياد اللي أنقذه صرخ فيه بكل رعب وقال له اضرب الحجر السحري اللي في صدره. وهاش بيركز عينه على الحجر وفهم إن قلب الوحش الحقيقي، والهيكل العظمي هجم عليه مرة تانية. لكن آش كان مستعد وقدر إنه يتفادى الضربة، وبإيده ضرب الحجر بشكل مباشر، وعينه لمعت باللون الأحمر، ونزل بالسيف صرخة واحدة وانفجر الحجر البنفسجي، والوحش وقع عظام ميتة ومرجعوش يقوموا تاني. وهنا آش بيبص للوحوش بكل ثقة وبيبتسم وعارف هو خلاص قضى عليهم، وفهم إنه مش صعبين لأن خلاص عرف إزاي يقضي عليهم. بس كان محتاج يعرف إزاي كان يتقضي عليهم بس في الأول، وبدأ يطبق اللي هو عرفه. ومن ساعتها كانت ضربة واحدة بس كفيلة إنها تقضي على كل شيء، والسيف بتاعه بقى عبارة عن خط أحمر وأزرق وسط الهياكل. وأخيرا اختفى آخر أثر الطاقة البنفسجية، والصيادين بيبصوا له بامتنان كبير. وقائدهم عرفوا أخيرا أنت الصياد المبتدئ اللي قابلناك عند المدخل، وبيعتذر له. لكن آش سأله بهدوء إيه اللي حصل هنا، والصياد حكى له إن الدنجن كانت هادية تماما، فقرروا إنهم ينزلوا أعمق من المعتاد. ولكن فجأة عدد كبير من الهياكل العظمية الزومبي هجم عليهم من الظلام، وفي واحد من الفريق اتصاب إصابة خطيرة وهو بيحمي باقي الفريق. لكن الأعداد كانت كبيرة جدا، ودلوقتي القائد المصاب بقى بيتألم بشدة، واضح إن حياته في خطر. وفجأة في ظل جديد غطى المكان، وموجة جديدة من الهياكل العظمية عيونها كانت بتلمع بشرار. والقائد وقف قدام فريقه وعارف إن الموقف بقى خطير جدا. في اللحظة دي الست صاحبة الشعر الأحمر صرخت بتحذر إن الهياكل قفزت من فوق جدران الكهف. لكن آش كان اتحرك بالفعل وقضى على واحد بضربة دقيقة، بس مقابل كل وحش بيقع 3 غيره كانوا بيطلعوا مكانه. وهنا آش كان عارف إن الحل هو ضرب الأحجار السحرية. بس المشكلة إن الوحوش كانت بترجع للحياة بسرعة رهيبة، وصرخ في الصيادين وقال لهم يشيلوا صاحبهم المصاب ويهربوا، وهو كمان هيفضل واقف عشان يصد الهجمات لوحده. وضرب ضربة قوية جدا تانية وسيفه السحري بينور بشدة، والضربة كسرت كل دفاعات الهياكل بسهولة. لكن آش في اللحظة دي بيعرف الحقيقة المرعبة إن عددهم كبير جدا ومستحيل يقدر يضرب كل حجر سحري لوحده، والوحوش بتقرب منه أكتر وبقى كلهم محاصرينه من كل الاتجاهات ومفيش طريق للهروب. وآش بيضغط على أسنانهم الغيظ وبيفكر بسرعة في أي حل ينقذهم. وفجأة جه في باله فكرة، وافتكر الأدوات اللي كان اشتراها قبل ما يدخل الدانجن، وافتكر صاحب المتجر وهو بيعرض الحاجة أخيرة كانت عبارة عن قنبلة دخان خاصة متصنعة من مواد بتقدر إنها تخوف الوحوش وتبعدهم. وقتها آش ما كانش مقتنع قوي بالكلام، بس الراجل أكد له إنها تنفعه وقت الشدة. وبيرجع آش اللحظة الحالية وبدأ يدور عليها بسرعة في شنطته، وفجأة وشه نور بابتسامة ارتياح ولقى قنبلة الدخان اللي ما كانش عنده أي اختيار تاني غيرها. فقرر إنه يغامر ويجربها، وضرب القنبلة في الأرض بكل قوته، وطلع عمود ضخم من طاقة زرقاء، والهياكل العظمية الزومبي بدأت ترفع راسها والنور نزل عليهم بشكل مباشر. وفي واحد منهم اتضرب في النص وانفجر ضوء قوي عمى الكل. أما الانفجار فملأ الكهف كله واداهم الفرصة اللي هم كانوا محتاجينها. الصيادين كانوا بيتفرجوا وهم مش فاهمين هل الدخان ده هيأثر على الوحوش بس ولا لأ. وهاش كان متوتر جدا وكل أمله إن المغامرة دي تنجح. والدخان بيلف حوالين الهياكل وعيونهم الحمراء فضلت منورة، بس أجسامهم وقفت تماما واتجمدوا في مكانهم كأنهم أشجار. وهاش ما استناش لحظة وبدأ يصرخ فيهم يلا يجروا دلوقتي بسرعة. ومن غير تضييع وقت الفريق جري بأقصى سرعة عنده ناحية المخرج. وصلوا أخيرا لمكان آمن، وقعوا على الأرض من التعب وهم متأكدين إن مفيش حد هيلحقهم. بس للأسف فرحتهم ما كملتش لما آش بص على دراع الصياد المصاب، لف له جراحه بسرعة، لكن الإصابة كانت خطيرة جدا والدم كان بينزف منه بشكل رهيب وحياته أصبحت في خطر. وآش طلع جرعة علاجية وفتح بق الراجل المصاب وسقى الجرعة بالعافية، والجرعة على الفور اشتغلت والنزيف بدأ يهدى شوية. وبعدها قدروا إنهم ينقلوه سطح الدنجن فوق، والشمس كانت بتغيب فوق مدينة الدنجن، وجريوا في الشوارع وهم بينادوا على دكتور، واتحط المصاب على نقالة ودخلوه بسرعة للعلاج. وهنا آش كان قاعد على كنبة قريبة حس إن العمل اللي يقدر عليه وخلاص. وهنا قائد الفريق والست صاحبة الشعر الأحمر بيقربوا منه وعرضوا عليه مكافأة، ولكن آش ابتسم وقال إن الصيادين لازم يقفوا جنب بعض كلهم. وبعد شوية الدكتور خرج من الغرفة والكل بيجري عليه يسأله إيه أخبار المصاب، وقال لهم إنه لو تصرف آش السريع صاحبهم ده ما كانش هيعيش لحظة. وقال صحيح إن دراعه ما تمش إنقاذه، بس المهم إنه لسه حي.
وبعدها الفريق قرر يساعده عشان يلاقي شغل جديد، وقال له إن طول ما الإنسان عايش دايما في طريق جديد للسعي والأمل. وهنا أش كان بيتفرج عليهم وهو مبسوط، وحس بشوية غيرة من قوة الروابط اللي بين القائد وبين أفراده، وفكره راح لفريقه القديم وتساءل هما فين دلوقتي وبيعملوا إيه. وبعد كده وفي واحدة من الحانات مجموعة صيادين بيسألوا لو لقى فريق ينضم ليه ولا لسه، واتنين صيادين من أصحاب العضلات حاولوا إنهم يضموا له الفريق، بس هنا أش بيعتذر لهم بأدب، وعرف كمان إنه اتعرض عليه ينضم الفريق الفارس الذهبي، وده واحد من أقوى الفرق اللي موجودة في المدينة. وقائدهم كان اسمه كايل، عبارة عن شخص ماهر بس أسلوبه متعجرف شويتين. وبعدين الكلام بيتغير وطلع موضوع جديد، وفي إشاعة بتقول إن في وحش خطير جدا ظهر في الطابق ال 14. وهاش بيسألهم إيه الوحش ده، وقالوا له إن ده عبارة عن وحش نادر وقوي جدا وبيظهر أحيانا جوه الدنجن. وهنا بيقولوا اللاش إن الوحش اللي ظهر في الطابق ال 14 ده خطير جدا، ده عبارة عن فارس من غير راس ولابس درع اسود، وحش اسطوري معروف باسم الدولهن، وبيحذروه انه ياخد باله. واش بيوافقهم في الراي ان وحش زي ده استحاله يواجهه لوحده، لكن كلامهم اتقطع فجاه لما دخلت واحده جديده الحانه، وكل الصيادين بصوا لها، وجمالها بيخلي الكل يركز معاها، والحانه كلها وقفت كأن الزمن اتجمد. بس اش ولا حاسس باي حاجه ومكمل كلامه عادي، لحد ما ايدين اتغطت على عينيه من ورا واتخض ساعتها اش. واول ما سمع الصوت قلبه دق بسرعه ولف بسرعه ناحيه الصوت، واتفاجئ ان دي عباره عن اولكا زميلته القديمه، وكانت مبتسمه جدا بسعاده. واخيرا لقت القائد بتاعها. وبعد كده في وقت متاخر من الليل قعد اش واولكا في كافيه هادي، واش لسه مصدوم من ظهور اولجا المفاجئ، وسالها ايه اللي جابك هنا المملكه، وابتسمت وقالت له ببساطه جيت وراك. وبدا اش يسالها عن الفرسان، فقالت له انها سابتهم خلاص، وان الفريق من غيره ملوش اي معنى. واش هنا بيستغرب وبيسالها عن عيلتها النبيله، لكنها قالت بفرح انها قطعت علاقتها بيهم تماما. وهنا اش لما بيسمع الكلام بيشرق وهو ماسك الشوربه، واتصدم ساعتها، وحكت له ان ابوها حاول يمنعها وتحداها في مبارزه عشان حريتها، وبصراحه تامه قالت له انها كذبت، واعترفت كمان انها بقت صياده عشان تفضل جنبه دايما. والاعتراف ده خلى اش يتلخبط، وخصوصا لما غمزت له بعينيها وقالت له انها تقدر توازن بين كونها صياده وكونها كمان تبقى زوجته. وبدا يسالها السؤال الاخير اللي في باله، انت فعلا بتحبيني؟ وفكر ان ده لو حقيقي هو كمان ممكن يحبها، بس ذكريات الخيانة القديمة رجعت له تاني، وخاف انه يتوجع مرة تانية، وابتسم ابتسامة مصطنعة عشان يقدر يغير الموضوع. لكن أولجا شافت اللي جواه ومسكت ايده بهدوء، ونظراتها كانت مليانة قلق حقيقي، وتعاطفها اتحول لغضب، ولعنت الست اللي كسرت قلبه زمان. وقفت قدامه وقالت له بحزم انا مش همشي من جنبك ابدا ولا عمري هخونك. وبنار في عينيها اقسمت انها هتفضل معاه طول عمرها، ووعدته انه مش هيكون لعبة في ايد اي ست تانية مهما كان. وهاش ساعتها كان متلخبط ومتوتر، وبتقترح عليه ساعتها انهم ياخدوا وقتهم في علاقتهم. وهو فضل يفكر هل القوة دي كانت موجودة فيها من الأول؟ وعلشان أش يهدى اقترح انهم يرجعوا للبيت، وفي الطريق بيسألها هتقعدي فين؟ فقالت له انها لقت مكان خلاص، وبعد كده بتدله على النزل بتاعها عشان يودعها، لكنها مسكت ايده وودته في اتجاه تاني خالص، وطلعوا سلام مبنى تاني، وقفوا قدام باب خشب. واش فهم الحقيقة دي اوضتها، واتصدم من جرايتها جدا، وهي كانت مبتسمة بسعادة، وقالت إنها نقلت حاجاتها كلها هنا بالفعل، وعرفت مكانه عن طريق رابطة الصيادين. وقفلت الباب وراها وحضنته وقالت له من النهاردة إحنا هنفضل سوا. وقبل ما يستوعب اللي بيحصل قربت منه أكتر، والموقف كله خلى آش تايه. وتاني يوم الصبح الشمس طلعت على المدينة كلها، وآش كان صاحي، وقضى الليل كله صاحي جنب أولجا وهي نايمة بهدوء، وصحي بابتسامة هادية وهو حاط إيده على صدره، فخور جدا إنه قدر يتحكم في نفسه. وساعتها أولجا بتضحك عليه وقالت له براحتك انا على العموم مش مستعجله على اي حاجه. ونقاش وشه بيحمر من الخجل، ووعد نفسه انه يكسب قلبها بطريقته. وبعد شويه راحوا مقر رابطه الصيادين، واولجا كانت ماسكه دراعه متحمسه جدا انها تاخد الرخصه، واستقبلتهم مي في مكتب الاستقبال. بس اتصدمت مي لما شافت اش مع بنت جميله. وهنا المفاجاه الاكبر ان اولجا اعلنت انها تبقى صياده، ومي حاولت تبتسم بس الغيره كانت واضحه عليها. واش حس بالتوتر وسأل أولجا هو في إيه، وقالت له بابتسامة كأنها انتصرت إنها بس كانت بتحذر موظفة الاستقبال إنها تبعد عنه. وهنا مي ضربت الرخصة على الترابيزة بعصبية، وأولجا خدتها وهي مبتسمة، وكان في عبارة عن حرب باردة بدأت بينهم. واش كان واقف محتار وبدأ يغير الموضوع بسرعة، وقال لازم يختبر القوة أولا في الدانجن. وفي الطابق العاشر شافوا مجموعة قرود زرقاء، وقال لأولجا تتعامل معاهم، والوحوش زعقت وهجمت، لكن أولجا كانت هادية ونطت في الهواء بسرعة وضربتهم سهم واحد انفجر بقوة. واش كان بيتفرج بإعجاب،
وبعدها جهزت 3 سهام مرة واحدة وضربتهم بطاقة سحرية قوية. وهنا أشبي يبتسم وما كانش مصدق قد إيه قوتها زادت، وإن القرود اللي فاضلة نطت من فوق وكانت ناوية إنها تهجم عليها وتمزقها. لكن أشبي يصرخ عليها وقال لها لازم تغير أسلوبها وتدخل القتال قريب. وهي على طول وافقت فورا ورمت القوس على الأرض وسحبت سيف قصير وملامحها اتشدت بجد. وبضربة قوية من تحت لفوق قدرت إنها تواجه أول وحش وجها لوجه. والقرد ملحقش يعمل أي حاجة غير إنه يزقر بصوته قبل ما السيف يخبط في بقه. وبعدها لفت في الهواء ونزلت على التاني وضربته ضربة أنهت عليه تماما. وطلع مع الضربة دي وميت طاق أحمر قوي جدا. وأش كان بيتفرج وهو مندهش وبيقول واضح إنها ما بطلتش تدريب حتى وهي بعيدة عني. وولجا وقفت وسط الوحوش اللي وقع على الأرض وقالت بفخر قضيت عليهم. وهنا أش بيبتسم من قلبه وحاسس بالفخر جدا من الطالبة اللي بقت محاربة قوية بالشكل ده. وبعد ما الاختبار خلص خرجوا من الدنجن كلهم سوا كفريق، وفريق جديد يمكن الافتخار بيه. وأش شكرها على تطورها وهي كانت فرحانة جدا بالكلام بتاعه. واقترح انهم ينزلوا الدور ال 13 تاني يوم بالظبط عشان يقدروا يواجهوا تحدي حقيقي. لكن فجأة صياد صغير جري عليهم وهو مفزوع وكان بيتنفس بالعافية وقال خبر مرعب. الوحش الأسطوري دالهان ظهر أخيرا. والخبر عمل حالة رعب في جمعية الصيادين. وجوه كانت في بنت واحدة قاعدة بس مصدومة وجسمها بيرتعش من الخوف. وعرفوا ان فريق كامل قابل الوحش في الدور ال 14 ومن اكتر من 10 صيادين هي الوحيدة اللي رجعت عايشة. وأش ركع قدامها بهدوء وطلب منها تحكي له اللي حصل. والبنت كانت تايهة في الذكريات بتتكلم عن سيف ظهر فجأة وبس. وحاول يسأل أكتر بس الصدمة كانت أقوى منها. وأش وقف مع فريقه الجديد المكون من ماي وبيل وعرف إن مفيش وقت إنهم يسمعوا باقي التفاصيل. وبيل قالت إنهم لازم يسترجعوا جثث الصيادين فورا، مش عشان دفنهم لكن عشان يشوفوا إصاباتهم ويفهموا أسلوب الوحش. وزميلتها مي بتوافق على الكلام بس بتقول للأسف مفيش عندنا معلومات. ومع خروج الناجية اختفى مصدر المعلومات الوحيد. وهاش فهم خطورة الموقف ومن غير أي معلومات مفيش فريق يقدر يواجه الوحوش. وهنا مي بتحكي لهم عن وحش ظهر من 3 سنين وكان محتاج كل أقوى الصيادين عشان يتغلبوا عليه. وبيل قالت إن الجمعية هتتكفل بالمهمة بس محتاجين صيادين يرافقوا فريق الاسترجاع لحد الدور ال 14. وهنا هاش افتكر الفريق اللي أنقذه قبل كده وعرف إن الفشل هيكون هنا ثمنه غالي. وتقدم خطوة وقال هو اللي هيجيب المرافق. وتاني يوم الفريق اتجمع عند المعسكر وشرح لهم ان الهدف هو الدور ال 14. وقال ان لو هيقابلوا الدولهان تاني هيهربوا فورا. وبعض الصيادين بدأوا يضحكوا وقالوا هيقدروا عليه. وهاش حس بالقلق من كلامهم وطلب من أولجا انها تفضل لكنها رفضت وقالت انا مش هبقى عبء عليكم. وقدام اصرارها اش بيوافق ونزلوا الدانجن ووصلوا لحد الدور ال 13. وبعد شويه اش شاف اول مشكله، محاربين عباره عن هياكل عظميه من الزومبي عيونهم حمراء وبيهاجموا. وطلب منهم يركزوا على الأحجار السحرية وقال لزميلته أولجا تضرب من بعيد. والبنت بتقفز في الهواء وبتضرب واحد منهم وأنهت مجموعة كاملة. أما الصيادين فانبهروا جدا بطريقتها وافتكروا الطريق سهل جدا بالنسبة لهم. لكن المفاجأة إن آش وأولجا حسوا بحاجة مرعبة. الأرض بتهتز تحت منهم ووقفتهم فجأة. وقدامهم كان الكابوس الحقيقي، الفارس اللي بلا راس الدولهان. وسيفه كان مولع بالنار وطالع منه طاقة مرعبة. وبيرفع سيفه وبيضرب ضربة واحدة. الضربة دي خرجت نار دمرت كل اللي قدامها. والحرارة اللي طالعة منه كانت بتسيح الدرع كأنه ولا حاجة. واليأس بيسيطر على الكل، مفيش حد قدر يواجه وحش بالشكل ده. والأمر طلع فورا بالانسحاب. لكن فجأة أش بيلاحظ حاجة خطيرة، بيلاحظ إن الوحش وقف وما جريش ورا منهم ولا حتى حاول يهاجمهم. كان واقف بثبات وسيفه مغروس في الأرض قدامه كأنه في وضع رسمي. وهنا الصياد أش بيبص له وهو مش فاهم حاجة. والوضعية دي بتكون مألوفة قوي. وفجأة فهم دي وضعية تحدي، تحدي فرسان قبل مبارزة. والفكرة نفسها صدمته وعقله هنا بيرجع له تلقائيا صورة المعركة القديمة مع بيل ساعة المنافسة ما بينهم. ونفس النظرة اللي كانت ما بينهم موجودة، نظرة واحد مستني الخصم اللي يستاهل. والوحش كان مستنيه يسحب سيفه ويقبل التحدي. ومعركة شريفة وضربة واحدة ممكن تحسم كل حاجة. والعرق نزل من على جبينه بس بالرغم من كده ابتسامة ظهرت على وشه واحساس قديم رجع له، حماس القتال اللي الحياه والموت فيه ضربه واحده بس. لكن صوت اولجا فوقه ومسكته من دراعه وفكرته بالمهمه، سلامه الفريق اهم من اي حاجه مش تنسى. وهاش وافق بسرعه والحماس اللي كان جواه بدا يهدى. ولفوا كلهم وجريوا جوه الممرات. والغريب ان الدولهام ما اتحركش من مكانه، لسه واقف وسيفه على الارض. وباقي الصيادين كانوا بيجروا وكانوا متاكدين ان الوحش ده ما يواجهوش غير اول فرسان في المملكه. واولجا بتبص وراها ولاحظت حاجه غريبه، وش اش كان مبتسم جدا
وسألته باستغراب. وهاش لمس دقنه واستوعب إن عندها حق، وافتكر الإحساس القديم اللي حسه لما شاف الدولهان. غلطة واحدة معناها الموت. وجزء جواه كان بيسأل نفسه، هو فعلا عايز يقاتل الوحش ده؟ وأولجا دخلت تستحمى ولسه الأحداث في دماغها. وهاش قاعد لوحده في الأوضة غرقان في التفكير. والفارس اللي كان بلا راس ساب أثر كبير جدا جواه. وتاني يوم في جمعية الصيادين فريق الاسترجاع شكر أش بانحناء. أما ماي فكانت مذهولة وهم بيحكوا عن سياف الدولهان المشتعل، وقالوا إن الحرارة كانت بتقطع الدروع كأنها ورق. ومي اقترحت إلغاء المهمة بالكامل، وقالت إن الفرسان مش هيدخلوا إلا لو كان في ضحايا مدنيين. يعني المشكلة دلوقتي على الصيادين لوحدهم. وفي الآخر ما لقيتش غير حل واحد بس. بصت لاش وطلبت منه رسميا إن هو اللي يقضي على الدولهان. والطلب عليه وقع زي الصدمة. وقبل ما يرد أولجا شدته من دراعه، ونظراتها كانت مليانة قلق عليه. واش طلب منهم ياخد وقت يفكر. أما مي فابتسمت وافقت. وبالليل أولجا خرجت من الحمام بتنشف شعرها. لكن أول ما شافت آش قاعد مستنيها الجو اتغير. وقال إنهم لازم يتكلموا. وقعدت جنب منه وهو أخد نفس عميق جدا، واعترف إنه قرر يواجه الدولهان بنفسه. وقال لها إن ده مش فرض عليه، لكن هو اللي عايز يعمل كده ويقاتله. وكان لسه يقول لها إنها لازم تبعد، بس فجأة مسكت وشه بإيديها وزعقت فيه وسألته، أنت ليه دايما شايل كل حاجة لوحدك؟ وهو كان فاكر إنها هتسيبه يروح لوحده. وفكرته باللي حصل زمان في الإمبراطورية لما حاول يمنع الفريق من القتال. وبرضه وقتها هي أصرت تقاتل معاه. وفي اللحظة دي أش بيسكت، ما كانش عنده أي رد. وضربته بخفة على خدوده وقالت له إنه مستحيل يخسر قدام فارس مزيف. ومسكت وشه بهدوء وفكرته بوعدها ليه، وخدته في حضنها وقالت له خلينا نفكر في اللي بعد الفوز. وأش ارتاح جدا في حضنها وقال يمكن يحتفلوا في مطعم شيك بعدين. بس أولجا كان عندها فكرة تانية. ابتسمت وقالت له إنها عايزة مكافأة لما يرجع منتصر. وأش اتفاجئ بس وافق في الآخر. وأولجا بتفرح جدا وبتقول له أنا هسجل الوعد ده. وتاني يوم راحوا عند الحداد يسألوه ازاي واجهوا سيف النار. والحداد اقترح درع تقيل، لكن أش رفض وقال السرعة أهم. وهنا أولجا بتسأل طب والمعدات هتعمل فيها إيه؟ مش هتسيح من الحرارة؟ والحداد بيقول الحقيقة إن المعدات دي لازم هتتحسب إنها هتضيع، والتكلفة كانت صادمة. بس الصياد أش بيبتسم بثقة وبيقرر إنه يرجع الدور ال 13 عشان المعركة الحقيقية قربت. ومن بعيد أش شافه، والدولهان كان واقف في نفس المكان ولا كأنه اتحرك من مكانه، كأنه كان مستنيه فعلا إنه يرجع له في يوم من الأيام. والضغط كان مرعب، بس نار قديمة ولعت تاني في عيون آش. وشاف بقايا الفريق اللي مات قبلها، ومنظرهم كان كفاية يخليه يفكر في الغلطة دي إن تمنها هيكون حياته. وبيشد نفسه وبدأ يجهز نفسه قدام الوحش، وطلع عدته من الشنطة وربط سلاحه بشكل كويس. وكان جاهز إنه يواجه فارس بلا راس. ونادى على أولجا، وفي نفس اللحظة دخلوا المعركة سوا. وآش اندفع لقدام، وأولجا نطت ورا منه وطلعت سهم سحري قوي جدا عشان تقدر تفتح له الطريق. لكن الدولهان بيصد السهم بسهولة بسيفه الضخم. وآش استغل اللحظة ونط الأعلى من فوقه. ولما نزل السيوف اتقابلت مع بعضها ونتج عنها انفجار ضخم جدا من القوة، والطرفين بيتصدموا. والوحش كان لسه مش استخدم سيف النار. أما الدولهان فبيرفع سلاحه ونزل بيه بسرعة مرعبة. وآش ضغط على سيفه بكل قوته عشان يصد الضربة، بس القوة كانت هائلة جدا أكبر ما كان يتوقع. وولجا ما قدرتش إنها تشوف آش بيتأذي، وطلعت سهم تاني ضربت بيه سيف الوحش. وكده قدرت تفك الضغط من عنه شوية. وآش بيرجع يقف تاني وقال لها إنه بخير، بس دماغه كانت لسه شغالة إن الوحش بيلعب معاهم بس. وكان مستمتع جدا بالمعركة. وآش بكل ابتسامة ثقة قال إن الموضوع بقى ممتع جدا. والدولهان غير وضعه وسيفه بدأ ينور بطاقة حمراء مخيفة. وآش رفع سيفه وقبل التحدي، ونار زرقاء اشتعلت أكتر من سيف الوحش. بس آش لاحظ حاجة غريبة جدا، إن الحركات والضربات والصد دي مش مجرد حركات وحش، دي حركات فارس. ومش أي فارس عادي، ده فارس من المحترفين. وآش توقف فجأة ورفع سيفه بتحية رسمية وقال اسمه، وقال إنه فارس سابق. واللي حصل بعد كده كان صدمة للكل. الدولهان رد عليه التحية عبارة عن تحية فرسان مملكة روزبل. وهنا آش بيفرح وبيبتسم، وكان متأكد إن المعركة دي واحد لواحد وممنوع التدخل. وقرب من خصمه وقال بأسف إنه مش هيعرف اسمه، بس وعده إنه يحترم قوته. واندفع لقدام ونط الأعلى ونزل بسيفه بكل قوته، والضربة كسرت جزء صغير من درع الوحش. وآش فهم ساعتها إن الدفاع ده قوي جدا، فقدر إنه يكمل هجوم من غير توقف، وضربة ورا التانية. وكل ضربة كانت بتوسع الشرخ اللي موجود في الدرع. وأخيرا عرف الطريق لما لقى الدولهان بيمسك صدره، وبعدين غرس سيفه في الأرض. وفجأة النار انفجرت والسيف اشتعل بالكامل والقوة الحقيقية ظهرت. وأولجا كانت مرعوبة،
بس اش كان بيضحك بيقول ان اللعب خلاص خلص، لكن الوحش بيهجم والنار ولعت درع اش في لحظه، وبيقفز بسرعه عشان يطفي النار، وكان عارف انه قرب من الموت، وسيفه نفسه كان بدأ يسيح من الحراره، لكن اش ما تراجعش، وابتسم وقال ده جزء من الخطه، وطلع شنطه التخزين السحريه، ومنها طلع سيوف كتير، سيوف بتتحسب انها هتضيع، وقال وهو بيتحداه هنشوف نارك هتخلص الاول ولا حجر الطاقه بتاعك، وضربه السيف بيسيح فيها، والضربه التانيه سيف تالت، وفضل يعد 5 4 3، والنار كانت في كل حته، واولجا كانت واقفه بتصرخ باسمه، وفي الاخر اخر سيف رماه وقفز بعيد، والدولهان بيلاقيها فرصه وبينزل بضربه من النار اخيره، واش بيعدل وضعيته وعدى من وسط النار، ونزل بالسيف على قلب الوحش، وحجر الطاقه البنفسجي اتشقق والوحش بدأ يترنح، بس الحجر ما اتكسرش بالكامل، ودي كانت مفاجأة صادمة لآش، وفي اللحظة دي آش ما بقاش يمتلك أي سيف، والدولهان كان واقف وناره رجعت أقوى، ورفع سلاحه لفوق، بس بدل ما بيضرب مد مقبض سيفه المكسور لآش تحية شرف أخيرة، وآش مسك المقبض وعرف إن اللحظة دي مش مجرد معركة، دي نهاية فارس. وهنا الدولهان بيكون واقف قدام آش جسمه متشقق كله، والنور الأزرق طالع من جواه وباين إنه واضح قوي، وكان ثابت وكانه مستني الضربه الاخيره. اما اش فكان ماسك سيف الوحش بنفسه، وحس ساعتها ان الخصم ده مش مجرد وحش عادي لكنه فارس حقيقي، وبص له وقال في نفسه خلاص المعركه كده خلصت، ورفع السيف الكبير وبضربه قويه جدا نزلت بيه على القلب الازرق، والشعله الزرقاء اتهزت شويه وبعدها اختفت تماما. اما الدرع فبيقع على الارض، وبيقع كمان بيعمل صوت عالي، والفارس ساعتها بينتهي، واش وقف ساعتها ياخد نفسه، والمعركه الطويله اخيرا خلصت. وفي مقر جمعية الصيادين الخبر بينتشر بسرعة إن الدولهان أخيرا اتقضى عليه، ومحدش كان مصدق، وكل الصيادين ما كانوش مصدقين اللي اتقال، لكن لما آش وولجا رجعوا ومعاهم الدرع والسيف الكل اتأكد من الخبر، والناس بدأت تبارك وتحتفل. أما أولجا فقالت له إنه لازم يخزن باقي الدرع، لكن ماي جريت عليهم وقالت استنى ما تلمسش أي حاجة، وقالت إن كل قطعة لازم تحتفظ بيها بشكل كويس عشان الفرسان يفحصوها. وبعد شوية دخلت بيل وهنت آش على فوزه، وبصت على الدرع واتأكدوا انه عبارة عن درع حقيقي ونادر جدا، لكن المفاجأة كانت في السيف اللي أول ما مسكته اشتعل النار فجأة، والكل بيتصدم. وبيل قالت إن ده سيف سحري، وشرحت كمان إن السيف السحري يقدر إنه يستخدم قوة السحر من غير أي حجر سحري موجود جواه، وده يعتبر شيء نادر جدا. وبعدها بتقول لآش إنه هيحصل على مكافأة كبيرة، وطلبت منه ومن أولجا إنهم يكتبوا تقرير عن اللي حصل. وبعد تحقيق طويل آش وأولجا خرجوا متأخر جدا، وآش كان تعبان وقال يلا نرتاح شوية، لكن أول ما وصلوا لقوا الصيادين مستنيينهم بحفلة صغيرة، وقعدوا شوية في الحانة وبيرفعوا الكوبايات دليل على النصر، وفي واحد منهم بيقول للتاني من النهاردة أنت اسمك قاتل الدولهان، وقاش هنا بيضحك وقال له إن اللقب ده أحسن من القديم بكتير. وبعدين سألوه طب اسم فريقك إيه؟ وقاش سكت لحظة وافتكر فريقه القديم، وبكل ابتسامة قال الاسم اتحدد خلاص عندنا من زمان، وبيبص لأولجا وكان بيبتسم وهي كمان بتبتسم له، وقال قدام الكل احنا فرقة جينيوس. وفي مكان تاني بعيد قطار سحري وقف في محطة كبيرة، وبنت نزلت منه ورحلة جديدة بتبتدي، والبنت الصغيرة اللي شعرها أحمر ناري نزلت من القطر وهي فرحانة جدا وبتقول أخيرا وصلت، وبصت على المدينة قدامها وابتسمت وهي مرتاحة إن رحلة القطر الطويلة خلاص خلصت، ودي كانت أول مدينة أبراج تدخلها على مدار حياتها، وكل حاجة حواليها كان شكلها مبهر جدا، وبتقول بحماس أنا جاي عشان ألحق بأصحابي، وكانت بتحلم تبقى صيادة وتكسب فلوس كتير جنب آش وأولجا، وفي خيالها شايفة نفسها عايشة حياة سهلة فلوس وضحك وسهر. وبتوصل البنت قدام مبنى جمعية الصيادين الكبير، وأول ما دخلت شوية صيادين بصوا عليها، مجموعة شباب قربوا منها، واضح إن نيتهم ما كانتش كويسة، لكن البنت تجاهلتهم خالص وراحت بشكل مباشر على مكتب الاستقبال، وهنا بتسأل الموظفة في صياد عندكم هنا اسمه آش جاي من الإمبراطورية؟ والموظفة بصت في السجل وبعد لحظة قالت مفيش حد بالاسم ده هنا، والصدمة بتظهر على وشها، وفجأة فهمت إن أولجا ضحكت عليها وبعتتها المدينة غلط، وكل ده عشان تبعدها عن آش، وافتكرت ابتسامة أولا الغريبة واتعصبت جدا، لكنها قالت لنفسها إنها مش هتسيب حلمها يضيع، وسألت عن أقرب جمعية للصيادين موجودة هنا ولا في كذا مدينة قريبة، وقررت ساعتها تروح لأقرب واحدة، لكنها افتكرت حاجة مهمة، هل الفلوس اللي معايا هتكفي تذكرة قطر تاني ولا لأ؟ والرد كان معاها أكيد لأ، وساعتها بتحط راسها على المكتب بإحباط. في اللحظة دي نفس الشباب اللي ضايقوها قبل كده رجعوا، واحد منهم قلب ابتسامة خبيثة إنه ممكن يسلفها فلوس ولكن مقابل حاجة بسيطة، وحط إيده على كتفها، وساعتها البنت بتتنرفز عليه جدا
وبتكون غضبانة وشالت إيده بهدوء، وفي ثانية ضربة قوية منها خلت الراجل يطير على الأرض وأصحابه اتجمدوا في مكانهم. واحد تاني هجم عليها وبركلة مباشرة في وشه خلته يقع هو كمان فورا، والتالت حاول يزعق لها وهو غضبان، لكن نظراتها اتحولت لنظرة نار، وركلة تالتة أنهت الموضوع كله. وفي ثواني التلاتة كانوا واقعين على الأرض، وواحد منهم حاول يقوم ويهددها لكنه ملحقش، لأن لكمة مضادة خلته يتزحل على الأرض بتاعة القاعة. وهنا المعركة خلصت بسرعة، وبصت لهم وقالت ببرود: أنا مزاجي وحش جدا، فخليكم بعيد عني أحسن لكم. وهنا موظفة الاستقبال كانت مصدومة وقالت لها بإعجاب: بالمهارة دي تقدري إنك تبقي صيادة عندنا بسهولة. وعين البنت بتلمع: فكرة حلوة، أحل مشكلة الفلوس دي بنفسي. وقررت ساعتها إنها تكسب فلوسها بنفسها، وبعدها تدور على آش. وبنروح بعد كده على آش وأولجا. وبعد يومين من إنهاء مهمة الدولهان، آش وأولجا كانوا ماشيين بهدوء في المدينة. فجأة سمعوا صوت بينادي عليهم. بيل كانت جايب لبسها الكامل، وقالت إنها تاخد المعدات بتاعة الدولهان للعاصمة، وقالت لهم كمان إنها لقت نش قديم على الدرع. واضح إن الفارس اللي كان بدون راس كان زمان عبارة عن واحد من فرسان المملكة، واختفى داخل البرج من زمان. وهنا آش بيسأل نفسه: هو ممكن يحصل لي نفس المصير في يوم من الأيام؟ وبيل قالت إن أصل الوحوش لسه لغز، وده اللي المعهد بيحاول إنه يفهمه لحد دلوقتي. وقالت كمان إن المكافأة النهائية هتتحدد بعد الدراسة. وبعد ما مشيت قرروا إنهم يروحوا يستلموا فلوسهم من جمعية الصيادين. وهنا مي بتعلن الرقم بتاعها: 5 مليون. وآش وولجا وقفوا مصدومين مش مستوعبين الرقم، لكن مي كملت وقالت إنهم بقى عبارة عن صيادين مميزين رسميا في المدينة، وده معناه امتيازات خاصة وكمان معاملة أفضل ليهم في كل شيء. وبالليل آش كان قاعد في النزل بتاعه ماسك المشروب بتاعه بيفكر: فلوس كتير بس هيعمل بيها إيه؟ فجأة الباب اتفتح وولجا دخلت وهي حافية وبصت له بابتسامة خفيفة، وقربت منه وفكرته بوعوده بالمكافأة. وهنا آش بتوتر جدا وهي شدته ناحية السرير وشه احمر من الخجل، لكن المفاجأة إنها بتقول له عايزة تستخدم دراعه كمخدة من النهاردة وبس كده. وهو بص لها بدهشة: ده كل اللي أنت عايزاه؟ وضحكت وقالت له: أيوه، ما أنت كنت متوقع إيه؟ وأكدت إنها لسه مستنياه وإنها مش مستعجلة على أي شيء. ونقاش بيبتسم وبيطبطب على راسها وحضنها وقال لها تفضل جنبه دايما. وهي بتقرب أكتر وعدته إنها هتفضل معاه على طول. وبعد أسبوع فرقة جينيس بدأت حياتها الجديدة، والزومبي من الهياكل العظمية اللي كانت بتصعب عليهم زمان بقى دلوقتي بمجرد تدريب بسيط. وصلوا الدور رقم 16 وفتح قدامهم مشهد غريب عبارة عن صحراء واسعة كأنهم خرجوا من البرج نفسه. لكن قبل ما يفهموا في وحش ضخم بجناحات ظهر في السماء وكان معاه سرب كامل. واحد فيهم صغير اندفع ناحيته بسرعة وكانت سرعته كبيرة جدا. وحش مسك سيفه فورا واتحرك عشان يستقبل الهجوم، لكن الوحش الكبير فوق أطلق ريش مضيء زي الصواريخ، والريش نزل على الأرض وانفجر. وأولجا بتصرخ: ده بيستخدم سحر. في وحش تاني هجم عليهم، وهنا أش بيقول لها تجري وتهرب، لكن فجأة صوت جديد وسط الفوضى بيظهر عبارة عن بنت شعرها أزرق ظهرت جنب أش فجأة وابتسمت وقالت: دي فرصتنا إن احنا نضرب. والبنت الجديدة ما استنتش لحظة ونطت وسط المعركة، وسيفها كان بيلمع بلون بنفسجي قوي. كانت سريعة جدا، حركتها خفيفة ودقيقة جدا في الضرب. أما عينيها فكانت مركزة على كل وحش قدامها، وفي ثواني كانت بتقطع كل الوحوش واحد ورا التاني. وبضربة أخيرة ليها ناعمة نزلت على الأرض والوحوش حواليها وقعوا كلهم. وأش وولجا كانوا واقفين مذهولين، القوة دي عندها مش طبيعية. والبنت بصت لهم وقالت بصوت عالي: كملوا كملوا قدام. وفجأة فريقها ظهر واندفع معاها عبارة عن بنت شقراء مسكت القوس، وسهمها كان منور بلون أخضر قوي، وأطلقت السهم وأصابت وحش طاير وخلته يقع من السما على الأرض. والست بشعر أبيض طلعت ضربة ذهبية قطعت الوحش النصين من قوتها. وشخص تالت استخدم سيف أزرق وقدر إنه يضرب بيه في الهواء ضربات سريعة. والمشهد كله بيخلي أش وأولجا واقفين ساكتين مصدومين من اللي هم شايفينه. والبنت صاحبة الشعر الأزرق ابتسمت لأش بثقة، وساعتها أش بيشكرها وقال لها شكرا يا تانيا. لكن فجأة قربت منه جدا بطريقة جريئة، وهنا أولجا اتجمدت في مكانها والتانية بتهمس في ودنه وخلت أش وشه أحمر من الخجل خالص. لكن أولجا نار الغيرة كلتها واتدخلت بينهم فورا، وقفت قدامه عشان تحميه وقالت بغضب: انت مين بالظبط؟ والغيرة حوالين أولجا كانت باينة قوي منها، والتانية بتبتسم ولا كأنها سمعت حاجة. وبعد شوية التلاتة قعدوا جوه الحانة عشان يتكلموا، والبنت عرفت نفسها: أنا اسمي تانيا ساندرو. وبيل وضحت إنها قائدة فريق قوي جدا وكمان من عيلة نبيلة، لكنها اختارت تبقى صيادة. وعش سألها: رجعت بدري ليه؟ فقالت له إنها وصلت النهاردة، وكمان بتضحك وقالت: لو كنت هنا أنا اللي كنت هقضي على الدولهان. وبيل أكدت إنها فعلا تقدر تعمل كده. أما آش فقال إنها كانت ضمن الفريق الأسطوري اللي قضى على القرد الأحمر الأسطوري. وهنا أولجا اتصدمت من المعلومة، لكن تانيا
قالت إن عايزة تبني اسمها بنفسها مش عشان تعتمد على عيلتها. وأولجا بتسأل أش بعصبية: أنت عرفتها إزاي؟ وقال لها إنها حاولت تضمه قبل كده لفريقها لكنه رفض بأدب. وابتسام التانية وضحت إنها لسه ما استسلمتش، وقالت له إن حياته هتبقى أسهل لو انضم لفريقها. وبعدين قالت له عرض شخصي جدا لدرجة إن أش وأولجا فتحوا عينيهم من الصدمة. وأولجا قامت من مكانها وهي متلخبطة. أما تانية فضحكت وقالت: مش عرض مثالي. أما أش فكان تاه خالص وأمن على الترابيزة وقال إنه هيرجع حالا. وأول ما مشي أولجا خبطت الكوباية على الترابيزة بغضب وقربت من التانية وقالت لها: خليكي بعيد عن القائد. وهنا تانية بتضحك ومش باين عليها أي خوف، ومسكت دقن أولجا بشكل خفيف وقالت لها فجأة: مش هو بس اللي عاجبني، ده أنتِ كمان. وهنا أولجا اتجمدت في مكانها من الصدمة. وتانية أشارت لفريقها وقالت بثقة إنها دايما بتاخد اللي عايزاه. وكلامها خلى أولجا وشها يحمر من الإحراج، لكن بعد ثانية ملامحها اتحولت لغضب وقربت منها وقالت: أنا مش هخسر وكمان مش هسيبه. وهنا البنت التانية بتسقف لها بإيديها وقالت: تمام، طب تعالي نحل الموضوع بطريقة بسيطة. فجأة الجرسونات جابوا عدد كبير جدا من الكوبايات، وهنا التانية بتبتسم وتقول لها: مسابقة شرب، اللي هتكسب تكسبه. واش بيرجع الترابيزة واتفاجئ بالمشهد. وولجا بدأت تشرب بسرعة، أما تانية بتشرب زيها، والمنافسة بدأت رسميا، والاتنين بيخلصوا كوباية ورا التانية. واش بتحاول إنها توقفهم، لكن أولجا وهي شبه سكرانة قالت يا ريت ما تتدخلش. وفي الآخر أولجا وقعت من التعب. واش أعلن نهاية المسابقة، والصيادة تانية قالت إن هي اللي كسبت وقربت من آش وقالت له بهدوء إن عرضها لسه موجود. وساعتها بيبتسم لها بأدب وقال إنها ما تستناش منه حاجة، ورفضه ما ضايقهاش خالص، وغمزت له بعينيها ومشيت مع فريقها. أما آش فبيشيل أولجا ومشي بيها في الشارع وهي نايمة نص نومة. قالت اسمه ووعدت إنها مش هتسيبه لحد تاني، وساعتها بيقول لها تمسك فيه كويس. وتاني يوم في راجل كبير غامض ظهر فجأة كان عايز يعرف كل حاجة عن الدولهان، ومسك إيد آش بحماس وقال له إنه عارفهم بالاسم. وقرب من وشه وسأله: أنت قوي قد إيه؟ وبدأ يسأل أولجا عن كل تفصيلة حصلت، حركاته، شكله، حتى ريحته. وآش وأولجا كانوا تايهين تماما. وفي الآخر الراجل اعتذر عن الحماس الزايد اللي عنده وقال: أنا اسمي إدجار بيلونا وأنا مدير معهد الأبحاث. وهنا المفاجأة خلت آش وأولا واقفين مصدومين، وخصوصا لما عرفوا مكانة إدجار الكبيرة. وإدجار قال إنه شاف درع الدولهان واتشدله جدا وفضلوا خليه يجي عشان يقابلهم بنفسه. أما آش فحس بطاقة قوية جدا طالعة من إدجار، قوة عمره ما حس بيها قبل كده. وبعد ما خلصوا تعارف إدجار طلع سيجارة وبدأ يفرقع صوابعه فطلعت شرارة نار صغيرة، وولع السيجارة بسهولة والنار على طرف صباعه. والمشهد ده خلى آش وولجا واقفين مش قادرين يتكلموا من قوة السحر اللي شافوه، وطلب منهم يحكوا له على كل حاجة عن الدولهان. وآش وافق وفضل يحكي تفاصيل المعركة كلها لحد لما خلص. وهنا إدجار فعلا بيتفق في الرأي مع آش إن الدولهان كان في الأصل عبارة عن إنسان فارس، وكشف إنه قبل ما يجي عمل تحقيق بنفسه في الدور 14 ولقى هياكل عظمية الفرسان مدموجة في جدران الزنزانة. وكل أصحاب الدولهان بعدها شرحوا إن في حاجة اسمها مانا وهي مصدر السحر، وقالوا إن الدانجنز مليانة بالمانا، ولو سيف عادي فضل فيها مدة طويلة ممكن يتحول لسيف سحر قوي. وبنفس الفكرة جثة إنسان ممكن تتحول لوحش. وتاني يوم استدعوا أقوى فرقة من الصيادين في المدينة، بقت بتظهر كتير قوي في الفترة الأخيرة، وكلهم بقوا بيظهروا في الدانجنز التانية. وفي النهاية أعلن إنهم هيعملوا تحقيق كبير وهو الصيادين هم اللي هينفذوا العملية دي. وهنا إدجار بيطلب رسميا من أقوى المستكشفين للزنزانات إنهم يتعاونوا معاه، والطلب كان مفاجئ وكان جاد جدا. فالصيادين اتصدموا، وبيل شرحت المهمة إنهم لازم يرافقوا الفرسان لحد أعمق مستوى موجود في الدانجن اللي هو لحد الدور العشرين، والكل هنا بيتفاجئ. أما مي فقالت إن الجمعية هتوفر كل الإمدادات اللازمة والمهمة هتبدأ في خلال أسبوعين. وساعتها الصيادة التانية بتسأل هل المشاركة إجبارية، وبيل ردت وقالت فعلا المشاركة إجبارية لأن الأمر جاي من الملكة نفسها. وهنا الفريق كان واثق جدا من نفسه وقال إن بوجود الفرسان المهمة هتبقى سهلة. وهنا بيل بتحذرهم وسألت كل واحد إيه أقصى دور وصلت له، وكايل قال أنا وصلت للدور ال 18. أما تانيا والباقيين فقالوا إحنا وصلنا للدور ال 17. وهاش قال أنا وصلت للدور ال 16. أما بيل فقال إن المشكلة الحقيقية كانت في الدور ال 19، كل فرق التحقيق اللي دخلته قبل كده اتقتلت بالكامل. وهنا الصيادة تانيا بتسأل حتى أفضل الفرسان بتوعت المملكة، وبيل أكدت لها الكلام وقالت إن في وحش أقوى من أي حاجة قبل كده، عبارة عن وحش أسطوري اسمه ملك السحالي. وبعد شوية آش وأولا كانوا قاعدين في كافيه بهدوء، وأولجا بدلع بتقدم له فراولة عشان ياكلها، وآش بيتكسف ويتحرج جدا لكن في الآخر بيوافق وبيقول إن الطعم بتاع الفراولة جميل جدا. وفجأة بيحصل دوشة في الشارع، عبارة عن قافلة كبيرة من الفرسان
بتخش المدينة، واش بيفهم انهم جايين بامدادات للمهمة اللي فاضل عليها 3 ايام، واش بيتكلم عن الفلوس اللي قدروا يوفروها، وبيقول كمان ان حلمه يشتري بيت كبير بحديقة، وبيكون متحمس جدا للفكرة سواء هو او اولجا. لكن لما بيقول انها ممكن يبقى ليها اوضه مخصصه لوحدها في البيت، البنت بتتوتر جدا لان مش عاجبها فكره ان هما ما يكونوش عايشين مع بعض. واش بسرعه بيطمنها انه ما يقصدش ان يبعد عنها، والبنت هنا بتفرح جدا. ويوم المهم خلاص بيجي، واقوى فريق في المدينه بيتجمع: فريق تانية عباره عن سيف الحاكم، وفريق الفارس الذهبي، وفريق تجمع العضلات، واخيرا فريق جينيوس بقياده اش قاتل الدلهان. والكل بيحس بثقه، لكن واحد من الفرسان الملكيين بيسخر ويقول انهم مش محتاجين مساعده صيادين. وهنا الصيادين بيغضبوا جدا، والتوتر بدأ يزيد بينهم. لكن الفارس بيهجم على اش، واش بيتفاداه بسهوله، وبضربه رجل قويه بيطيروا بعيد. والفارس بيحاول تاني، لكن اش بيكسر دفاعاته وبيوقعه على الارض. وباقي الفرسان بيشغلوا احجارهم السحريه، وسيوفهم بتلمع بطاقه زرقاء قويه جدا. واش بيحاول يوقف القتال قبل ما يكبر الموضوع، لكن فجاه صوت غاضب بيصرخ فيهم: توقفوا فورا! وبيظهر مارس اورلاندو قائد فرسان العاصمه، وبيضرب الاتنين اللي بدأوا المشكله، وكمان بيوبخهم. وبيل بتعرفه على اش، وتقول له ده قائد فرسان العاصمه، واحد من 10 سيوف المملكه، واقوى فارس في المملكه كلها، وبيستخدم سيفه السحري عشان يتحكم في الرياح، ولقبه الوحيد كان كفايه يخلي كل الصيادين مبهورين. وبعدها الفارس الاسطوري بينحني وبيعتذر عن تصرفات رجاله، وقال ان المهمه دي رغبه شخصيه من الملكه، وطلب مساعدتهم كلهم. والصيادين وافقوا فورا، وكلامه رفع معنوياتهم مره تانيه. وبعدها بيقرب من اش وخبط له على كتفه وبيمدح مهارته. وبعد ما الجو هدي، قام هو كمان لدخول الدانجن. وبعدها بتبدأ الحملة تتحرك كلها، والفرسان في المقدمة والباقيين ورا منهم مع الإمدادات. واش وأولجا كانوا واقفين في آخر الصف، كانوا مطمنين جدا إنهم هيوصلوا على الأقل الدور ال 16 بسهولة، وكل ده بمساعدة كل الفرسان والأسلحة السحرية اللي معاهم. وفجأة إدجار جري عليهم وهو قلقان، وقال إن في مشكلة كبيرة، وأخدهم لمكان كان لها فيه قبل كده هياكل الفرسان المدموجة في الحائط. لكن دلوقتي مفيش أي أثر، بس الجدران عبارة عن حجارة عادية. وإدجار قال إن عنده نظرية: الدنجن نفسها كأنها كائن حي، وبتغير شكلها باستمرار، والفكرة دي بتصدم أشياء وأولجا. وصلوا فعلا بعدها للدور ال 16، وفجأة حصل انفجار ضخم، وطيور وحوش مجنحة هجمت عليهم. وفريق تانيا استغل الفرصة عشان يجرب خطته، واللي بترمي السهام اللي معاهم أسقطت واحد منهم، وزميلها صاحب الشعر الأبيض قضى عليه بضربة واحدة. أما المعركة فبتخلص بسرعة، وماريس أورلاندو سأل أش وأولجا عن أساميهم، وامتدح حركاتهم وخفتهم في القتال. وبعدها نزلوا الدور ال 17، والمكان ده كان عبارة عن مستنقع ضبابي خطير. وفجأة وحش ضخم زاحف طلع من المية، كان عبارة عن سحلية ضخمة جدا. وأش ضربه بسيفه السحري، لكن الصدمة إن السيف ما أثرش في حراشيفه، لأن حراشيفهم كانت صلبة جدا زي الحديد. وبعدها الوحش بيصرخ، وخرجت فجأة سحالة أكتر من المستنقع، وبقوا كلهم محاصرين المكان. وسهام السحر حتى ما كانتش بتأثر فيهم. وفي واحد من الفرسان بيهاجموا واحد من الوحوش، ومسك سيفه بسنانه وبدأ يسحبه ناحية المية. وهنا اش بيجري عشان ينقذه، وضرب الوحش في بطنه من الناحية الطرية اللي موجودة تحت الحراشيف، وقدر فعلا انه يقتله ويقضي عليه. وساعتها الفارس بيعتذر له، وبيقول له: انا كنت مستهين جدا بقوة الصيادين. واش بيعلن الوقت حان للهجوم المضاد، وهجم مع فريق تانية. لكن السحالة كانت قوية جدا، وهجماتها كانت شرسة، وفي واحد منهم مسك اش وكان هياكله. في اللحظة دي صدر امر بالانسحاب، والكل اتفاجئ، وخصوصا اش اللي كان لسه بيقاوم الوحوش. وبعدها العجوز إدجار بيرفع ايده مرة تانية، وبيجمع طاقة زرقاء بتلمع في الهواء، وبيصرخ بقوة، وبيعمل تعويذة ضخمة جدا غطت انسحابهم. وموجة كهرباء قوية جدا انتشرت في المستنقع، وضربت السحالي بصعقة مدمرة. وأش وولجا اتصدموا من قوة السحر الحقيقي. أما إدجار فكان واقف مرهق جدا، وقال إن التعويذة دي بتستهلك كمية كبيرة جدا من طاقة المنع عنده. وبيقول بعدها القائد إن حماية الفريق تستاهل أكتر من كده. ووصلوا أخيرا لمدخل الدور ال 18، والقائد بيأمر إن المصابين وغير المقاتلين يعملوا معسكر هنا، وإن اللي هيكملوا هيكون فريق النخبة بس. وبيل أعلنت إن فريق سيف الحاكم وفريق جينيوس اللي هو فريق آش هيرافقوا الفرسان، وده كله كان بطلب خاص من القائد نفسه. والباقيين هنا بيتمنوا لهم التوفيق. في الدور ال 18 لقوا مستنقع واسع جدا كبير، لكن المفاجأة الأكبر قرية كاملة من وحوش السحالي، وبيوت بدائية ورماح ودوريات منظمة، مش مجرد وحوش، لكن دول عبارة عن جنود مدربين. وبدأ القتال والفرسان بيهجموا، لكن فجأة في واحد من السحالي استخدم سحر النار، وأطلق نار ضخمة جدا دوبت درع واحد من الفرسان. والكل بيتصدم إن الوحوش دي كانت بتستخدم سحر. أما القائد أورلاندو فدخل بنفسه،
وسيفه السحري انفجر بطاقة خضراء، وبعدها بيضرب بعواصف رياح قطعت الأعداء كلهم بسهولة، وقوته كانت مرعبة فعلا. لكن آش اتحمس ونزل عشان يقاتل هو كمان رغم الأوامر إنه يفضل ورا، وهنا أولجا كانت بتدعمه. أما فريق البنت تانيا فبيخش هو كمان في المعركة، وفي النهاية كسبوا المعركة. ولما بيدخلوا القرية بيكتشفوا إن السحالي عندهم ثقافة زي عبارة عن ورش أسلحة ومنسوجات وبعض الحرف الأخرى، وإدجار كان منبهر بذكائهم جدا. وبعدها بيل ادت أش حجر سحري متوهج، وقالت له إنه يحتاج يستخدم سيفه السحري في الدور الجاي. والقائد أورلاندو أكد إنهم معتمدين على قوته. ولما وصلوا الدور ال 19 شافوا منظر يخليهم يتجمدوا في مكانهم، جيش كامل من رجال السحاري حوالي أكتر من 200 واحد، وفي النص كان في خيمة كبيرة ومن جواها خرج وحش ضخم جدا بحراشيف حمراء ومعاه فاس عملاق، وده كان عبارة عن ملك السحالي. وبدأ يظهر بقوة هزت الأرض كلها، وهجم بسرعة رهيبة وضرب بفاسه موجة طاقة بنفسجية مدمرة. والفرسان حاولوا إنهم يوقفوه لكن سيوفهم للأسف ما أثرتش فيه. وهنا ملك السحالي بيكسر تشكيلهم كله بضربة واحدة، والجيش كله هجم عليهم. والقائد أورلاندو قرر إنه يواجه ملك السحالي بنفسه، وسيفه اصطدم بفاس الملك ونتج عنه انفجار ضخم جدا من الضوء. وفي نفس الوقت اش وولجا كانوا محاصرين من جيش السحالي، واش كان بيحاول يفتح طريق بسيفه السحري، وكل ما كان يقتل واحد كان بيظهر مكانه 10، والاعداد كانت ضخمه جدا. وبداوا يحسوا انهم ممكن يتغلبوا عليهم بصعوبه شديده. يا ترى اش هيعمل ايه في المعركه؟ وهل هتساعده اولجا ولا لا؟ وملك السحالي هيقدر يتمكن منهم ولا هم اللي هيفوزوا بالمعركه؟ كل ده هنشوف الفيديو الجاي. مش تنسى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعليقك الحلو بيفرحني. في الختام سلام. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.